ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد رأيت أيها الإخوة أن نأخذ فاصلا آخر مثل الذي فات في الأسبوع الفائت، لكن بترجمة من التراجم. كما تعلمون أن هذا المجلس كان مجلسا منتظما على درس وترجمة، حتى أن بعض الإخوة كان يسمي هذا الدرس بدرس التراجم، وإحنا بقي لنا زمان انشغلنا بقى بموضوع الكلام عن القدر وتضاعيف ذلك، فانشغلنا عن تراجم أهل العلم. فاخترت لكم ترجمة خفيفة ملفتة للنظر، ويعني لعلها أن تكون قد كررت على مسامع بعضنا، وهي ترجمة لصيقة بنا، لأنها ترجمة مصري. يا حاج عبد الله فيه يعني. فهي ترجمة الإمام الليث بن سعد رحمه الله. والكلام عن السلف أيها الإخوة روح من بعد الروح، وحياة من بعد الحياة، بل هي نظام حياة في الحقيقة. كلام عن السلف أحيانا الإنسان بيشعر أنه يرجع إلى ترجمة أحدهم ليشعر بشيء من الرطوبة في هجير السير إلى الله عز وجل. طريق بقى ملتهب في الحقيقة، بقى مولع. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فلما ترجع إلى هؤلاء تلاقي القيم، وتلاقي الأخلاق، وتلاقي العبودية، تجد فيه بغيتك. عشان كده أنا أوصي نفسي وإخواني أنه لا تمر عليك ليلة قط إلا وتقرأ فيها عن أحد من السلف، أحد أجدادنا، ونسبنا بهم لصيق. وهؤلاء عامل التجديد في نفسك، من عوامل التجديد القوية جدا في نفسك أنك تتجدد. أخبار السلف وهي من عوامل التهذيب، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: فالقراءة عنهم تهذب كل معجب برأيه. تلاقي واحد شايف روحه في طلب العلم مجتهد مثلا، فيقرأ عن شخصية من الشخصيات، يجد كمية الحفظ اللي كان يحفظها. أبو بكر بن الأنباري كان بيحفظ في الأسبوع 10,000 صفحة. انت حافظ لك بقى كم متن لو حطيتهم دول عملتهم صفح، يجيبوا ايه دول؟ اللي شايف انه بيألف وبيكتب، لما يقرأ مثلا عن واحد زي ابن جرير الطبري، كتب الكتاب بيده، كتاب التفسير والتاريخ بإيده لوحده، لم يشترك معه فيه أحد قط. فضل ده، دول كتابين من جريدة كتب كانت للرجل. فلا يزال المرء يشعر في داخله كسرة الافتقار، معرفة المرء بذاته بنفسه، وعلى النحو الآخر معرفته بربه عز وجل. القاعدة دي، معرفتك بنفسك ومعرفتك بربك، هي نظام العبودية. انك تعرف روحك
وقدراتك وانت ايه، وتعرف ربنا سبحانه وتعالى فقط بس. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ادي الموضوع، أن تعترف بفقرك وتعترف بغناه سبحانه وتعالى، وأنك فقير بذاتك، أنت بخلقتك بتركيبتك فقير، في إدراك مخك بتدرك حاجات وحاجات لا، في بصرك بتشوف لحد مسافة معينة وبعدها لا، في بيانك تبين لحد لغة معينة ومقام معين وبعده لا، محدود، كلك محدود. أما الذي لا حد له فهو الله عز وجل. فإذا أردت أن تخرج من نطاق العبودية إلى نطاق الربوبية هتروح فين يا مسكين؟ خرج بعض السلف متوكئا على عصا له، يلبس ملابس بزة. عارف الملابس البزة دي اللي هي ايه؟ ملابس يعني مش راقية قوي، بس هو معاه فلوس وطول عمره بيلبس جنتل يعني. فنظر الناس إليه وقالوا: أمسكت العصا على صغر سنك وتلبس هذه الملابس؟ شوف قال ايه بقى؟ قال: إن ابن أخي قد حبس فخرجت أتمسكن لربي عز وجل عله أن يتقبل دعائي فيفك أسره. وبالفعل دعا الرجل في حالته هذه ففك الله أسر ابن أخي. فاكرين يا أخواننا الحديث بتاع الاستسقاء؟ الحديث عند أهل السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي. خرج شكله إيه بقى؟ الرواية بتقول إيه؟ فخرج مترسلا، ماشي على مهله كده واحدة واحدة، مترسلا متخشعا متبذلا عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما مد يده إلى السماء أمطرت، مش كده ولا لأ؟ وأحوج ما يحتاجه الناس اليوم إلى قلوب. لازال الحديث في أحاديث كده تلاقي تطبيقها في الواقع يخلب اللب. حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما قال: كنا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ المهم قال حذيفة رضي الله عنه، الناس بقى ما عرفتش لما سيدنا عمر قال: إنما أريد التي تموج كموج البحر. سيدنا حذيفة قال له: أنا أعرفها أحفظها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: إنك عليها لجريء. قل، انتوا عارفين الفتنة التي تموج كموج البحر دي اللي تستوعب الأمة كلها، النبي اتكلم فيها. عارف اتكلم عليه؟ قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. الحديث مشهور. الشاهد بنقول الفتنة يعني زي ما انت بتقول الانفلات الأمني، مش دي فتنة؟ لما تيجي تقول لي حلها أقول لك صلح قلبك؟ ده مش من عند النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. تعرض الفتن على القلوب، وهو بيقول فتنة. سيدنا عمر بيقول: إنما أريد التي تموج كموج البحر، فقال تعرض الفتن على القلوب. وده كان في محضر من الصحابة والكل وبعدين سيدنا حذيفة ده بابه. لكن المسألة إذا صحت قلوب الأمة، إذا صحت قامت الدولة. إذا كان لهذه الأمة قلب صالح قامت الدولة، الأمة تقوم. وده اللي بيخلي الإنسان يرجع بقى تارة أخرى للعهد المكي وكيف ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، ولم يكن يأخذ الفرص العاجلة التي أتته، وإنما تريس حتى استوت قلوبهم، لحد ما خرج واحد زي سيدنا عبد الله بن مسعود قال: لازم أسمع المشركين القرآن، مع أنهم كانوا بيجلدوهم في الشارع، لازم أسمعهم القرآن. فأسمعهم القرآن فضربوه ضربا مبرحا، حتى أنه لما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم، فلما رجع قال الصحابة له: ألم نخبرك؟ ألم ننهك؟ فقال: والله ما هم علي الآن، إنهم الآن علي أهون ما كانوا عليه، وإن شئتم عدت عليهم غدا بمثلها. أروح لكم بكرة تاني. لما استوت القلوب انبهار حقارة المشركين في أعين المسلمين، وانبهار المسلمين بالتوحيد. ايه اللي خلى سيدنا ابو بكر سيدنا ابو ذر يطلع على الناس يقول لهم: اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يروحوا ضاربينه.
يتشال شيل، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يخف، يقوم طالع تاني يقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه انبهر بلا إله إلا الله. انبهر. عارف الانبهار بالتوحيد؟ انبهر. ما كانش متصور ان اللي هو الامام ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن الغنى في كتاب طريق الهجرتين، بيقول ان الغنى انواع: غنى النفس بالعباده، والغنى بالله بتعبده بالاوليه. فاكرين الكلام ده احنا ذكرناه قبل القضاء والقدر، بين يدي القضاء والقدر. ذكر منها الغنى بتوحيد الالوهيه. الاول كان الاسماء والصفات كله ربوبيه، بعد كده بقى قال الغنى بالالوهيه، وهذا هو مسلك الأنبياء، الفرح بالله. انك تبقى قاعد كده تقول الحمد لله ان ربنا هو ربنا، ان انا ماليش رب تاني. تبقى الموضوع بقى بينك وبين ربنا رأسا، اللي هو فيه أبي بن كعب رضي الله عنه لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أبا المنذر، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فلم ينشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان اللي واقف قدامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حد مننا والشيخ وقال له: أنا والله عايز أقرأ عليك سورة، هتقول إيه؟ مش هقول لك نية رياء ولا نية وحشة، أنا هقول اللي هيحصل في النوايا الحسنة. أنا هقول اللهم لك الحمد، الشيخ وثق في قراءتي فعشان كده بيقريني. اللهم لك الحمد، الشيخ عايز يأهلني أن أتصدر فبيقرأ عليا والخبر ينتشر بين الناس، هتفضل فكرك كله بينك وبين الشيخ، صح ولا لأ؟ فما بالك بقى لو كان الشيخ ده النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أبي بن كعب ولا خالص الموضوع ده خطر في دماغه. اللي خطر في دماغه إنه قال له: وسماني لك. يعني شوف بقى، شوف دماغه فين. قال يعني ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى أقول لك إيه بقى، الله عز وجل قال هكذا بعد ما قال سورة البينة. القرآن ده كلام الله. قال سورة البينة لجبريل عليه السلام. السورة دي تنزل تذكرها لمحمد عليه الصلاة والسلام. بعد ما خلص ذلك، كما قال بعض أهل التفسير، ذلك لمن خشي ربه، قال له إيه؟ قال: ومر محمدا أن يقرأها على أبي بن كعب. فسيدنا أبي هو ده موضع الانبهار بقى. يعني أنا في السماء ربنا قال أبي بن كعب، قال أبي بن كعب كده. فقال رسول الله له: نعم. قال له: وسماني لك؟ قال: نعم. فلم يملك نفسه أن بكى رضي الله عنه. لما استوت القلوب، قامت القلوب أيها الإخوة، لما قامت القلوب أي تخبط ستراه هتلاقيه من فساد القلوب التي تخرج فساد الأخلاق. فعشان كده في الحقيقة طلب صحة القلب بقى في المحن وفي الشكر. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تبقى دي قاعدة. طب احنا عندنا طرف التمكين، مش كده؟ قلع الله عز وجل ملكا طاغيا، نزعه نزعا سهم لنزعته البشر. الناس اللي بتفهم يتصدموا وهم بيشوفوا حد بالشكل ده، نزع هذه النزعة فيرى. والكلام ده ذكرناه في هذا الموضع في المكان ده اهو، بس عشان يعني يبقى الكلام ده بلغ. ذكرناه في هذا الموضع على هذه الأعواد في غضون السنين الفائتة. قلت انك لازم تنشغل بكيفية نزع الملك. تشوف كيف أظهر الله قهره سبحانه وتعالى بنزع الملك من ملك ممكن. ده ما كانش بيحترم حد، ما كانش، لأنه كان لا يدور بخلدي ولا هو بيحلم ان حد ممكن يقول له بم. فنزعه الله عز وجل نزعا سبحانه وتعالى. لما رأيت ذلك خلاص دالت الدولة لك. بعد كده بقى عملت ايه بقى؟ شكر ده بدل ما يروح منك. قال الله عز وجل في شكر التمكين بعينه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طيب الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، العرب بتقول أقام الشيء أي أعطاه حقه ومستحق. يعني أقام الصلاة ظاهرا في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها،
وباطنا بروحها في خشوعها. يعني كان لازم ينتج منا واحد يصلي يقوم لو سقط جانب المسجد ده ما يتحركش من الصلاة. في غضون الأيام اللي فاتت دي كان الشكر انك تفضل مركز كده تصلي عدل. يكون العبد موليا وجهه إلى محرابه والله يحمي ظهره. هو بقى يرسل لك قواعد الدولة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هو سبحانه وتعالى الذي يرسي قواعد الدولة. هو هيديك ملك خاوي ما حدش بيطيعك فيه؟ لا، هيرسي لك القواعد. ولذلك أيها الإخوة الحديث وتذكرون يعني كان الحديث ده أيضا مرة معنا، وهو حديث موسى عليه السلام لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه وكان موسى رجلا حييا يغتسل وحده. اعتزل بني إسرائيل بيغتسل، مع ان هم لو بيعملوا عملة غلط يبقى كان سيدنا موسى اعتزلهم؟ ده كان أنكر عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى رجلا جعدا قططا حادا على هيئة المغضب طوالا كأنه من رجال شنوء. سيدنا موسى كان يعني هي أمة بني إسرائيل لا يصلح معها إلا كده، كان حاد جدا عليه السلام. فكان ممكن يترك منكر لا ينكره؟ مش ممكن. وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون ممتنع، لا يجوز. يبقى إذا هم كانوا بيعملوا عمل ده كان جائز في شريعتهم، طبعا دون النظر بعضهم إلى بعض، ده من جملة فسقهم يعني إنها ممكن يغتسل وحده. لكن سيدنا موسى رقى إلى درجة أعلى، درجة الحياء، فبقى بيغتسل وحده. راحوا متكلمين عليه فقالوا: والله ما يعتزل موسى وحده إلا لأنه آدر يعني عنده مرض جلدي كما قال بعض أهل العلم. فصبر موسى على هذا وبلغه هذا القول فتحمله وصمد على عبودية الله وعلى عهده مع الله، وجهه للمحراب. فشوف ربنا دفع عنه بإيه بقى؟ خلع ملابسه حطها على طوبة حجر، راح الحجر مشي. عمرك شفت حجر بيمشي؟ إنما يدفع الله عز إنه كان بي حفيا. اللطيف سبحانه وتعالى من معاني اسم الله اللطيف أنه يدفع عنك. عشان كده بيقول لطف الله بك ولك. لطف الله بك ولك سبحانه وتعالى. لطف لك أي أبلغ إليك رزقك في رأفة ورحمة، ولطف بك أي حاش عنك المصائب. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فيحفظ بأمر الله من أمر الله. شفت لطف بقى أعظم من كده؟ أما الحجر أي مشي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الناس جميعا يكذبونه ويربط الله على قلبه بحجر، ولا لا؟ والناس كلها كذاب. شوف بقى لما تلاقي أبو طالب يفضل ماشي وراه طول عمره ويمدحه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وبعدين يقول له: قل لا إله إلا الله، يقول له هو على ملة عبد المطلب. عبد العزى أبو لهب ماشي وراه يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقوم يقول: هذا كذاب، أنت مين؟ أنا عمه، وأخبر الناس بيه. شفت إزاي؟ ويقول له: تبا لك سائر اليوم لمثل هذا جمعتنا. فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد مصدقني يا جدعان، الناس كلها قاعدة تشتم فيا. فربط الله على قلبه وجهه لمحرابه والله يدفع عنه من ظهره. دفع عنه بإيه؟ بحجر برضه، اللي هو الأصل فيه أنه لا يتكلم ولا يمكن ينفعك ولا يضرك، صح ولا لا؟ فجعل الله فيه المنفعه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة إذا مررت به. الناس كلها بيقولوا له كذاب وساحر ومجنون، يضيق صدره يقوم معدي على الحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله. يا أيها الناس لازم نؤمن بكده، وإلا فسنتردى إلى تحت. هتلاقي نفسك تفضل نازل لحد ما هتبقى في الحقيقة لو الأمة لم تنبعث بمثل هذا هتبقى العملية صعبة جدا. في موقعة العقاب كنت على موعد معها اليوم، لكن سافرت سفرا طويلا كان في مشاكل والناس قطع الطريق برضو والهم ده. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وكل بلاء، وأن ينتقم من الظالمين ومن المتخاذلين. فالقصد كان لنا موعد مع معركة العقاب دي، احنا اتغلبنا فيها
وكانت كسرت دولة الموحدين في الأندلس والمغرب الأقصى في المعركة دي، غلبوا وهزموا هزيمة منكرة، ومن يومها لم تقم لدولة الموحدين قائمة، فضلوا يتغلبوا لحد ما اندثرت دولة الموحدين ودال عليهم الأسبان. لكن القصد أيها الإخوة إن كان في الغزوة ده موضع تعليق في غاية العجب. الملك الناصر السلطان الناصر وهو بيقاتل في هذه المعركة فضل صامد، فجاءه الحاجب وقال له إن الجند قد انهزم. عايزك تاخد بالك بس، حتى في الهزائم كنا طراز. قالوا له الجند قد انهزم، فثبت في موضعه. قالوا له امشي ارجع، لحسن انت لو ثبت كده هتموت، فضلت واقف هتموت. فلما أقنعوه بهذا جذب لجام فرسه إليه ودار ليرجع. عارف هو بيلف كده عليه، شوف بقى مغلوبين اهو، عارف قال ايه؟ نظر إلى الأسبان الفرنجة وقال كذب الشيطان وصدق الله عز وجل، وراح راجع. ده يبقى اسمه اتهزم؟ عشان كده ترجع إلى إسبانيا مرة ثانية وترجع إلى الأندلس مرة أخرى. مش ممكن أبدا تكون عقائد القوم مثل هذا وينهزمون حتى لو صارت الهزيمة. وقبل كده احنا كنا واقفين مع غزوة أحد، أشهر هزيمة في الإسلام، وقلنا إن كانت هزيمة عظيمة، مع أنها كانت هزيمة مع موجب داعي التوحيد. القصد أيها الإخوة لا أريد أن أنا أقدم بمقدمة يعني فيها طول، لكنه بعض الشجون الذي أبثه بين إخوتي وبني جلدتي. فالقراءة عن السلف تروح روحك، تطلع بقى من النكد اللي انت فيه وقلة الأصل دي اللي احنا عايشينها، ناس قللة الأصل، تطلع منها لحد ما تلاقي بقى ايه، ترجع للناس الناس ولاد الأصول، الناس المتربية، الناس المؤمنة، تعيش معاهم شوية. قيل لعبد الله بن المبارك هل جلست معنا في المسجد؟ فقال أنتم تغتابون الناس، أما أنا فأرجع إلى بيتي فأجالس رسول الله وأصحابه والتابعين. شفت عبد الله بن المبارك بيعمل إيه؟ فالقراءة عن السلف أيها الإخوة تصنعنا، لها فوائد في الحقيقة جمة جدا. فهذه يعني ترجمة اخترتها لكم اليوم، شيء من الترويح قبل ما ندخل في معركة أركان القدر الأربعة ونتكلم عن تضاعفها، وشيء من التجهيز القلبي أيضا، يعني انك انت تتجهز الأركان الأربعة دول بقى عظمة الله عز وجل. شوف بقى عظمة ربنا في علمه البالغ، علم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، المستحيل اللي مش هيكون أبدا، لو كان كيف كان يكون. تعرف بقى علمه سبحانه وتعالى، اللي قاعد بيقول لك احنا واخدين 4 سنين أجازة ومش هنشتغل مش هنعمل حاجة، يا ربنا يعلم به سبحانه وتعالى، وهيعاقبه وهيبهدله وهيوديه في 60 داهية، مش كده؟ طالما ترك الناس يقتلوا بعضهم بعضا كده، وهو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، وقال عين تحرس في سبيل الله. العين اللي ما تحرسش دي تتخزق ولا لا؟ خد بالك من ده بقى. جزاك الله خير. فالقصد أيها الإخوة، هذه ترجمة لإمام أهل مصر ورجل من أصحاب المنن على هذا البلد، منن عقدية على فكرة، فضلا عن المنن بقى المادية، وزي ما تشوف كده زي كما تسمع هتسمع من شخصيته. هو الليث بن سعد رحمه الله ورضي عنه. قال الذهبي في نسبه: هو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولى خالد ابن ثابت. وقال أهل بيته: أصلنا من الفرس من أصبهان. مولده بقرقشندة، قرية في مصر. أنا أعرف قرية في مصر اللي هي الفهم، مش كده؟ الفهم، لكن قرقشندة دي ما أعرفش هي فين. كنت أتمنى نعرف هي فين، لو حد من الإخوة يعرف هي فين دي نعرف نسبه على التفصيل يعني. ولد سنة 94 هجرية رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية. وقال
أي الذهبي كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده في الإقليم. فقيه ومحدث ومحتشم، يعني إيه بقى؟ يعني مهاب، الناس تنظر إليه فتحتشمه، لا يستطيعون النطق بين يديه من هيبته وهيئته على تواضعه رضي الله عنه. وكان هو الرئيس على الحقيقة. عشان كده أيها الإخوة العلماء لا ينبغي لهم أن يفقدوا أثرهم، إن العالم ده هو الرئيس فعلا. والإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية انفصل على أن قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولو الأمر هم العلماء، ثم يأمر العلماء ثم يرجع الأمراء إلى العلماء فيقضون على بين الناس. فالتحقيق أن أولي الأمر هم العلماء. القدر ده لما يفهمه أهل العلم يعرفوا بقى أن هم على عاتقهم في الحقيقة، على عاتقهم عمل كبير عظيم. قال الليث سمعت بمكة من الزهري وأنا ابن 20 سنة. يعني طلب العلم يقصد طلب العلم في صغر، لأنه هو لما يرحل من مصر لمكة، والعلماء كانت سنتهم كده في طلب العلم، كان يخلص علماء البلد وبعدين يسيب البلد ويروح لحتة تانية، إنما مش يرحل مباشرة كده إلى الخارج، لا لازم يخلص علماء بلده الأول، لأن علماء بلده هيدوا التدريج، يديله الأول متن صغير يحفظه وبعدين يشرحه له وبعدين شرح أكبر وبعدين مسائل أوسع، يخرج بره للعالم اللي أكبر من كده يخليه محترف بقى، واخد بالك؟ عشان كده اللي بيقفز المرحلة دي عشان ياخد اسم عالم، يعني يسافر مباشرة عشان ياخد اسم عالم، يفضحه بعد ذلك تفضحه مجالس العلم، وهو قاعد بقى بيقرر ويفضح في قلة علمه. فمعنى ذلك ان هو طلب العلم وهو صغير، وهو في مصر في ما دون 20 عاما، وعلى ما جه الدور بقى انه يسافر ويخلص علماء مصر ويسافر كان ابن 20 سنة، يعني اذا طلب العلم في سن مبكرة. قال عبد العزيز بن محمد رأيت الليث عند ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بإيه؟ بربيعة الرأي. يقول رأيت الليث عند ربيعة يناظرهم في المسائل وقد فرفر أهل الحلقة. بيقعد عند ربيعة ويطرحوا مسألة ويتناظرون، يأتي الرجل بحجة تقطع من بجواه، ما تقدرش تفتح بوقك معاه. شو بيقول ايه؟ فرفرهم. فرفر دي يعني لفظة صحيحة عتيقة، فرفرهم يعني خلص عليهم. وقال ابن بكير لم أرى مثل الليث. قال الذهبي قلت على تطوافه ولقبه، يعني ان ابن بكير ده مشي يلف الدنيا، مش ما شافش حد وبعدين جه قال انا ما شفتش زي، لا ده هو لف شاف العلماء، فقال عمري ما شفت واحد مثل الليث ابن سعد رضي الله عنه. وقال ايضا اي ابن بكير كان الليث عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاكرة، فلا زال يعقد بيده يعد جميل خصاله حتى عقد 10 ثم قال لم أرى مثله. يعني ابن بكير قاعد يقول ايه؟ هذا الرجل فقيها ومحدثا وحسن السمت وجوادا، وفضل يعد كده لحد ما عدى 10، وبعدين في النهايه ايه؟ قال ما شفتش زيه ابدا، يعني ما انا مش هعرف اعد بقى خصاله ولم ارى مثله. والمساله في الحقيقه ايها الاخوه بتيجي في الاعتدال ما بين المدح وما بين المدح وما بين الغلو، لأن حق الشيخ أن يمدح، تذكر فضائله كان مسروق إذا حدث عن عائشة لا يجيز لنفسه أن يحدث هكذا ساذجا، وإنما يقول حدثتني الصادقة المصدوقة المبرأة من فوق 7 سماوات، الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. شوف الجملة دي كلها. وقال بعض السلف وهو يحدث عن شيخه حدثني الثقة 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 حتى عد 9 ثم ذكر اسمه. قال الذي يرويها فظننا أن نفسه قد انقطع، ولو بقي له نفس لظل يقول الثقة. يبقى ده من حقه. والقاعدة في ذلك أننا ننتمي لمشايخنا ولا نقدسهم، ننتمي إليهم على حد قول الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة. فأنت بتنتمي لشيخك
تنتمي إليه، هو من جملة نسبك. حتى عبر عن ذلك النووي رحمه الله في صدر كتاب المجموع، وقال حينما ذكر أصحاب الوجوه عن المذهب الشافعي، قال أبو العباس بن سريج جدنا في سلسلة طلب العلم. جد مين؟ جد النووي. في إيه بقى؟ في طلب العلم، يعني هو شيخ شيوخه، فالنووي بيعد مشايخه كأبيه، وشيوخهم كأب الأب، يعني الأجداد. ده الانتماء للشيخ. لكن ترى محمد بن الحسن الشيباني وافق وعظم أبا حنيفة وعظم مالكا، وخالفه في أكثر من 20 موضع. أبو يوسف القاضي عظم أبا حنيفة للغاية. أبو حنيفة ده اللي مربي أبو يوسف، اللي هو بقى اكتشف أبو يوسف. ومع ذلك كانت هناك مسائل ينفرد أبو يوسف عنها، لأن ده المسألة دي دين، فلازم تفرق بين المسألتين. ولذلك كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله: لا يسهب في المدح إلا سمج. اللي يفضل طول ما قاعد كده يمدح ويزود ويبالغ تلاقيه سمج، تلاقيه مدحه وحش. شوف احنا ذكرنا لك مدح السلف شكله حلو ازاي، اللي يكتر بقى عن كده تحس انه بارد في الحقيقة. وقال الشافعي: ما مدحت رجلا قط فزدت، يعني أكثر مما فيه، إلا انتقص ذلك مني، نقص مننا. وكان العز بن عبد السلام يقول: من أسهب في المدح فهو سمج. ولذلك شوف الأثر بقى اللي جاي. قال سعيد بن أبي أيوب: لو أن مالك بن أنس والليث اجتمع لكان مالك عند الليث أخرس. شوف الكلمة دي كده زيادة بقى، يعني احنا هنقول ان الليث أعلى من مالك في مواضع، ماشي، إنما تقول الكلمة دي ان لو كان مالك قاعد عند الليث كان اتكتم ما فتحش بقه، لا، حاسب بقى، اتكلم كويس. عشان كده راح الذهبي ايه؟ لقطها له على طول. قال: وهذه اسنادها ضعيف. وده يخليك تاخد بالك وانت بتتعامل مع كتب السيرة وكتب التاريخ. يعني حد من الإخوة بنذكر حادثة خالد بن الوليد لما شرب السم، قال لي دي حادثة اسنادها ضعيف. لا، خد بالك ان القواعد التي يتلقى عليها الحديث ليست كالقواعد التي يتلقى عليها الأخبار. عشان كده تلاقيهم يمدحوا واحد مثلا زي الواقدي، يقول لك الإمام الأخباري العلامة، ازاي بيقول كده؟ العلامة الأخباري، يعني صاحب السيرة والتاريخ وفاهم في الكلام ده كويس كده. وبعدين يقول لك المتروك الحديث. المتروك الحديث ده اللي هو فوق الكذاب بحتة، الدرجة اللي فوقيه على طول، اللي هو الكذاب والمتروك الذي يكذب في غير الحديث. مش احنا بناخد في المصطلح كده ان الرجل اذا كذب في الحديث يبقى وضاع كذاب، اللي حديثه يبقى حديثه موضوع، اللي حديثه يتسمى متروك الذي يكذب في غير الحديث، يعني حديثه مستقيم بس بيكذب في حاجات تانية. اللي هو بقى البخاري راح له، لا بيقول للجمل تعالى وبيعمل له كده، بص في حجره ما لقاش حاجه، قال له مش هروح عنك، اللي زي كده. واخد بالك ازاي تقول لي العلامه هنا وبتقول ضعيف الحديث؟ اذا الاخبار كان السلف يتلقوها ايه؟ القواعد اللي بتاعت الحديث دي حاجه، والقواعد بتاعت الاخبار دي ايه؟ دي حاجه ثانيه. فالقصد ان سعيد بن ابي ايوب بيقول ان مالك لو قاعد مع الليث والليث اتكلم يوم ايه؟ كان مالك اخرس. راح قايل له بقى الذهبي، قال الذهبي: لا يصح اسنادها، او ان سعيدا ما عرف مالكا حق المعرفه. وشوف ان تعجب من مبالغة سعيد ابن أبي أيوب، تقوم تتعجب من إيه؟ من أدب الذهبي. زي مثلا ما قالوش ده ما بيفهمش حاجة، لا أنت ما تعرفش الرجالة بقى لما تقول الكلام، ما قالش الكلام ده أبدا، إنما قال أنت لعلك بس ما خدتش بالك من مالك كويس. لو خدت بالك من مالك ما تقولش كلمة زي دي على الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك ده يا إخوة كان الأمراء بيبقوا عايزين يسألوه بيخافوا منه، كانوا بيخافوا يسألوه، ولما بيسألوه كان يقول لهم الدليل كده، يقول لهم حرام ولا حلال، يقول لهم حرام. ما حدش يتجاسر ان يقول له دليلك ايه، تصور، ما يقولوش بس ده بقول لي الدليل يا شيخ، ما يقدرش يقول له كده من هيبته رحمه الله ورضي عنه. قال ابن وهب: كل ما كان في كتب مالك وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد.
كل ما تشوف الإمام مالك بيقول في حاجة في شيء من كتب الموطأ وما دونه يقول وأخبرني من أرضى من أهل العلم، يبقى مين؟ يبقى الليث بن سعد. يقول ابن وهب لولا مالك والليث لضل الناس. ألا هم الناس بتهتدي وبتضل بأهل العلم؟ عشان كده بيقول لك زلة العالم زل بها عالم، تلاقي الناس سقطت سقطة مدوية خلف هذا العالم. إلا عشان كده بقى ما كانش ينفع أبدا إن عالم يزل والتاني يقول طب معلش أصل احنا برضو معرفة وما ينفعش إن ننكر على بعض. ما ينفعش، لأن ده لو وقع هياخد وراه جمهور، فأنا بلحق العالم دي قبل ما تقع تقوم طالع تقول له أنت غلطان. وأنا ذكرت لك نكتة بقى، نكتة مهمة جدا يا أخوانا، إن أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت دي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها صدرها بقوله سبحانه وتعالى. قال إيه؟ قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسألهم ليه؟ قال لك أصله في الحقيقة الكلام ده مش موجود في التوراة، مش موجود في كتب اليهود، ما ذكروهوش. ليه ما ذكروهوش؟ لأن عيبة اللي حصل في مع أصحاب السبت دي كانت حاجة عيبة، كانت عيبة اللي عملوه ده، فكسفوا يذكروا له أحسن الناس بقى تعيرهم بهذا. قصة أصحاب السبت في فئة اختلف أهل التفسير فيها. عارفين أن فئة دي فئة هلكت وفئة نجت. في فئة بقى اختلفوا فيها، هم دول هلكوا ولا نجوا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، مش كده؟ يبقى إذن بعض أهل العلم فهم أنه لم ينجوا إلا الذين تكلموا. طب الفئة اللي في النص اللي قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، الجماعة دول اتكلموا ولا ما اتكلموش؟ أنكروا ولا ما أنكروش؟ أنكروا، بس أنكروا فين؟ في مجال ضيق، والمنكر ما يتنكرش كده. المنكر ده يشاع كما أشيع المنكر يشاع الايه؟ يشاع انكاره. عشان كده بقى لما وضعت جنازة عبد العزيز بن أبي رواد، وأنا أظن من فترة كده ذكرت عبد العزيز وقلت الإخوة يقروا ترجمته عشان ما تفكرش إن عبد العزيز ده مبتدع ولا حاجة. هو كان يرى رأي المرجئة، لكن ده كان راجل كان قيمة كبيرة جدا هذا الرجل. وأنا بقول لك أجدد لك الطلب، ارجع واقرأ ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد. ومع ذلك أشاع القول بالإرجاء. فلما علم سفيان هذا قال له سفيان بن عيينة لسفيان الثوري أو ما علمت إن عبد العزيز قد أفتى بالإرجاء؟ فقال سفيان أو قد فعلها، فنصب له عداء. بدأ يتكلم عليه بقى لحد ما حصل إن عبد العزيز مات. فلما وضعت جنازة عبد العزيز عمد سفيان إلى الجنازة، سفيان الثوري، الجنازة محطوطة في المسجد الحرام كده، راح سفيان داخل عليها كده. فلما رآه الناس قالوا أفسحوا لأبي عبد الله، أفسح، ده داخل يصلي عليه. عارف عمل إيه؟ راح معدي من فوق النعش وراح عند الكعبة صلى ركعتين، ما صلاش على جنازته. طب ما كنت لفيت من حتة تانية. قال ده أنا لازم أعدي قدامهم كده عشان يعرفوا إيه؟ يعرفوا إن ده كان عنده مشكلة. مش عشان أذم شخص الإنسان، لا، ده علشان يسلم الدين، عشان يسلم الدين. عشان كده ذكر المنذري رحمه الله أن حبرا من أحبار يهود كان يجتمع عنده اليهود رجال ونساء، فقام ولد من عياله فشلح امرأة. تعرف اليهود جماعة ما عندهمش دم، راح مخلي الست قاعدة وراح معرلها الثوب كده. فنظر إليه أبوه اللي هو الحبر ده وقال لا تفعل قبحك الله، إيه اللي بتعمله ده؟ يلا اطلع بره. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان أما وجد هذا أن ينكر على ولده إلا أن يقول له لا تفعل؟ بس كده وهو ابنك ما قمتش تلهفه قلمين؟ ماشي. فصعد ولده على سطح البيت فسقط على رأسه فسال مخه من أنفه، مات وهو قاعد. ووضع الله عز وجل بغض الناس على هذا الحبر فلم يعد يجتمع عنده أحد قط، بقى واحد زي الوحيد. فلازم تاخد بالك من القضية دي، ان العالم على عاتقه في الحقيقة كلام حاجات. لذلك أنا متندم جدا في السنين الثلاثة الفائتة ان الناس لم يغرس فيهم هذه القيم. نعمل ايه لما تلاقي فقر، وتعمل ايه لما تلاقي اقتصاد مهزوز، وتعمل ايه لما تلاقي امن. كان لازم يغرس فيهم التوحيد.
أنا ذكرت لك قول أبي حازم لما قيل له نشكو إليك الغلاء، فقال لا يغمكم هذا، من كان يرزقكم في الرخص يرزقكم في الغلاء. شوف المعادلة بسيطة ازاي، بس كانت عايزة تبث في الناس. ما تخافش اللي بيأكلك هنا. لما الراجل دخل على الإمام أحمد وراح ماسك سرة من زاره، هو الإمام أحمد مريض، وراح ماسك سرة فلوس وحطها عند دماغه ومشي، فنظر أحمد لقى السرة دي فدعا ولده صالح قال لمن هذه السرة؟ قال للرجل النيسابوري اللي جه يزورك من النيسابور ده. قال الحق به فأعطيها له وقل له نحن في غنى والحمد لله. راح جاري وراه وراح مديله البتاع وقال له والله يا أبي بيقول لك احنا في غنى ومش عايزين حاجة خالص، نحن في كفاية. راحت معدية كام شهر كده ولا عدت سنة ولا سنتين، والإمام أحمد فاكر عشان يعلم ابنه. ثم قال لولده يا بني أتذكر الرجل الخرساني؟ فقال له نعم يا أبا. فقال أتذكر المال الذي أعطانيه؟ قال نعم يا أبا. قال أتذكر أننا قد رددناه عليه؟ قال نعم. قال يا بني هل جعنا من يومها يوما قط؟ قال لا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هيوصل لك الأكل عندك ولو وقف في طريقك ابن من. بس الناس تؤوب إلى الله. كنا علمنا الناس وما أصابكم من مصيبة مش فبما كسبت الحكومة، ده مش تبرئة برضو لجنابها، ما هي كسبت مش ما كسبتش ولا حاجة، لكن لازم تعرف على المستوى الشخصي انه ايه فبما كسبت ايديكم. لما مشي سفيان الثوري ولقى العالم ماشيين يظلموا الناس في الشارع كده، فنظر اليهم ولم يتمالك وبكى. فقيل ما يبكيك؟ فقال ان ذنوبا سلطت علينا هؤلاء لذنوب كبار. ده ما بيتسلطش لوحده، لما يطلع واحد ساذج ولا مش فاهم ولا يبطش بك ولا الكلام ده يبقى ايه؟ ده اتسلط عليك يا عم الحاج، اتسلط عليك ولا لا؟ لازم تاخد بالك. فكنت تعلم الناس قبل ما تطلع تقول لا وعايزين نتخذ الحل السياسي اللي هيرجع الناس الى مردها، قبل ما تقول كده تقعد تخلو كده في محرابك وتقول استغفر الله عز وجل من ذنب سلط علي هؤلاء. كانت الناس اتعلمت كده. مش سيدنا أبو أمامة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لقى قاعد، قال يا أبا أمامة في غير وقت صلاة وما أرى عليك من هم؟ قال يا رسول الله هموم وديون لزمتني. لما جات له ديون راح فين؟ راح الجامع الأول يقول له يا رب عندي ديون. وأنا لازلت أذكر لكم أيها الإخوة الحديث اللي يخطف الدماغ، حديث عجيبة الإسرائيلي. الراجل اللي عمل، فاكرين ده كانت خطبة الشهر اللي فاتت، اللي عمل الخشبة ونقرها لما استلف 1000 دينار، ده كتب ورقة وقال إن وكيلي سيؤدي عني، دي حماية. وبعدين قال له اللهم تحمل عني حملتك عشان أنت وكيلي. فتعلموا أن ينزلوا حاجتهم بالله عز وجل. فكانت المسألة بقى تبقى مفهومة. لما الراجل سواق الميكروباص يلاقي نفسه واقف من الساعة 3 بالليل، أقول لك ليه أنت وقفت تسلطوا عليك؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ عشان كان زمان لما بيغلى البنزين شلن كنت بتفرح وتتنطط وتقول هغلي على الزبون كل واحد ربع جنيه. حصل ولا تشهدون معي على هذا ولا لا؟ وكان ينزل من رمسيس لحد المعصرة ويقول الآخر، الناس تنزل ينادي حلوان، يقوموا راكبين يركب الراجل بتذكرة ونص. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده ما خدكش بكله، ده كان المفروض العربية تفرقع وانت راكبها باللي انت عملته ده، لكنه يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. مش صح ولا ما صحش؟ فقبل ما تطلع تصوت وتزعق كنت لازم تستغفر ربنا سبحانه وتعالى الأول وبعدين تعرف ما عليك. ما الناس ما اتعلمتش كده بقى، خدت 1 زائد 1 يساوي 2 وما بيساويش أكتر من 2. وهو ده النظام العالمي الجديد. فضل الناس وأضلوا، مش كده ولا لا؟ تعرف أنا بيت في المنوفية ليه؟ عايزين نروح يا رجالة. قال لا، بتروح فين؟ ده جماعة في القرية دي اتخانقوا مع الجماعة اللي في القرية دي، أما الجماعة اللي في القرية دي راحوا خطفوا الكبير بتاع القرية دي، خطفوه من مكانه، تصور. فعدا الجماعة دول على الأتوبيسات بقى اللي معدية يطلعوا فوق يضربوا النساء وياخدوا الفلوس من الرجالة. ده مروءة دي؟ واشمعنى ما كانش ده قبل ولا ايه؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قال عثمان بن صالح كان أهل مصر ينتقصون عثمانا رضي الله عنه
حتى نشأ فيهم الليث فحدثهم بفضائله فكفوا. وكان أهل حمص يتنقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن أبي عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا. أهو العالم اللي بيظبط الريتم بقى زي ما بيقولوا. الناس كانوا بيشتموا سيدنا عثمان، طلع الليث بن سعد قال لا، وواجه الناس، واجه الناس. وده برضو من سمة العالم، تلاقيه طالع ممكن يصدمهم كده بقوله وبفتواه واخد بالك، حتى يعدل منهم. كما يقال إنه أصبع الإنكار الذي تنضم إليه بقية الأصابع لتتحول إلى يد التغيير، تلاقيه في المستقبل بقى يغير. قيل لليث أمتع الله بك، نسمع منك الحديث ثم لا نراه في كتبك. فقال الليث أو كل ما في صدري في كتبي، لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. الليث بن سعد بيقولوا، شوف الراجل وهو بيسأله بيقول له ايه، بيقول له أمتع الله بك، تكلم بأدب. قال أمتع الله بك، بتقول لنا أحاديث بدور في الكتب بتاعتك اللي عندنا اللي احنا واخدينها عنك ما بنلاقيهوش. فقال له ده أنا حافظه، لو طلعت اللي في صدري ده مش هيكفي السفينة اللي قدامك. الله، طب هو الليث ما كتبوش في ورق ليه بقى؟ إما أن يكون واثقا في حفظه، وإما أنه خشي الرياء. إن أنا لو كتبت هتلاقي الأحمال اللي أنا حافظها تملى الجامعة، فالناس لما تدخل وتلاقي كده يقولوا ده يعظمه من أجله، فخشي الرياء فاكتفى بحفظ صدره وأظهر شيئا يسيرا من الأحاديث اللي ممكن تتفلت منه ولا حاجة، واكتفى على ذلك بحفظ صدره. وده في الحقيقة أنا بقوله ليه؟ لأنه واضح هتشوف بعد كده إن الليث بن سعد ترك أشياء لخشية الرياء. فدي كانت من جملة شخصية الليث رحمه الله ورضي عنه. قال الإمام أحمد ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث، لا عمرو بن الحارث ولا أحد. وكان يقول الليث ثقة ثبت. تعرفين في المصطلح أقوى صيغ التعديل ما كانت بأفعل، أفعل التفضيل، اللي هو يقول لك إيه، أثبت الناس، أقوى الناس، أعلم الناس، دي كلها أعلى صيغ التعديل. تيجي بعدها تكرار اللفظ بنصه أو بما يشبهه، يعني يقول لك إيه، هذا ثقة ثقة، هذا ثقة حجة. دي أعلى مراتب من أعلى مراتب المدح. وقال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وكان يحيى يقدم مالكا على الليث. قال الذهبي يعني في الحديث. وقال أحمد بن صالح أعضلت الرشيد مسألة فجمع لها فقهاء الأرض حتى جاء الليث فأخرجه منها. بيقولوا ليس الفقيه من أفتى بالعزيمة، وإنما الفقيه من أفتى بالرخصة، لأن العزيمة كل الناس تعرفها. يعني أقدر أقول لك أن أنت تصلي الظهر 4 وتقفهم كلهم. الفقيه بقى هو اللي ممكن يدرس حالتك يقول لك يجوز لك أن تجلس، اللي يقعدك فقيه أو أحمق. يا إما أن يكون فقيه يا إما أن يكون واحد أحمق تقول له ممكن أقعد، يقول لك ولا حاجة، اقعد إن شاء الله تصلي حتى الصلاة كلها قاعد، كما تسمعون من التساهل يعني. قال ابن سعد الليث قد استقل بالفتوى في زمانه، باش حد بيفتى اللي هو. وقال الذهبي روى الليث عمن هو في طبقته بل أصغر. وده معلم من معالم الليث بن سعد بقى. شوف بيمدحوه ازاي، زي ما هتشوف كده كان الليث صغير في السن وكانوا بيوقروه جدا في صغر سنه لحفظه وعلمه، وكان لا يستنكف انه يقعد مع حد صغير أقل منه فيروي عنه، يقول له علمني دي وفهمني دي. كما قال السلف تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري كل حاجة تقول لهم أنا عارفها سألوك حتى لا تدري، هيفقدوك السيطرة. أما عن اتباعه للسنة فيقول سعيد بن أبي مريم سمعت ليثا يقول بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. هو ده فضل ان انت ما تقعدش مع واحد ليبرالي ولا واحد علماني ويفضل يعرض عليك دماغه، ده فضل، ده حلو يعني، ده قمة السلامة. عشان تعرف بس الجنان الرسمي الذي أصابنا، يعني لا لازم ونخاطب كل الخلق، مع ان على فكرة القنوات دي ما فيش حد كان بيسمعها أصلا.
انما كنت انت السبب اللي خليتهم يسمعوها والناس يروحوا لها، انه رايح وراك، انت رايح فين؟ رايح هنا، يروح وراك مع الاسف الشديد. وتقوم تقعد بقى تلاقي يقعد معاك واحد يعرض دماغه، وانت عشان ادب الحوار بتقول له ايه؟ تقول له ايوه صحيح. طب انا عايز اقول لحضرتك كده، هي بقى الحته دي جت ازاي بقى؟ انا عايز اقول لسيادتك، انا واحد كان بسمع حضرتك ده انا كنت مفكره هلفوت، ده تصدق ده البلدع ده طلع بشعر بقى مش اقرع، وتلاقي ان الدنيا اتبرورت معايا، مش كده ولا لا؟ ده كان المفروض. عشان كده الراجل لما دخل على طاووس بن كيسان قال له ايه؟ فتح بابا في الخضر، راح طاووس عامل صباعه في ودنه كده وقال سد اذنيك لابنه. الراجل بيقول له بس اكلمك، سد اذنيك. راح ابنه سدد ودنه، ما تقوليش حاجه ابدا. مع ان طاووس بن كيسان ده تعرفوه؟ ده عالم اليمن كله. اليمن، شوف اليمن ده قد ايه؟ كانش حد بيتكلم في اليمن الا طاووس بن كيسان اليماني بس. لما هشام بن عبد الملك قال لهم انا عايز حد كده زي الصحابه، حاجه راجل عالي قوي كده، يكون هو دي الطبقه اللي بعد الصحابه على طول، جابوا له طاووس بن كيسان اليماني. شوف علمه ده. انما ما اسمعش شبهه تدخل في قلبك تلطك ولا لا. قال الشافعي الليث اتبع للاثر من مالك، يعني متمسك بالسنه اكثر. وكان الليث يقول في أحاديث الصفات أمروها كما جاءت، يعني لا تعمل فيها عقلك. أما عن عبادته وحكمته وورعه فيقول يحيى بن بكير سمعت الليث يقول ولدت سنة 94 في شعبان وحججت سنة 113، يعني هو عنده 19 سنة. شوف مرمى الأئمة كان فين؟ عشان الإخوة تلاقيه برضو النهاردة مشغول طول الليل بحفظ المتن وما بيقومش يصلي ركعة. فاكرين كنت قلت لكم مرة على بعض إخواننا لقيت عنده مكتبة حافلة لما دخلت عنده، ولقيت المصحف محطوط حطة منكرة كده، مش محطوط حطة عدلة. فأنا أنست كده منه إن أنت ما بتقراش، فقعد معايا شوية وبعدين وإحنا بقى قاعدين راح قايل لي أنا في مشكلة كده كنت عايز أكلمك فيها ونتناقش فيها يعني. قلت له اتفضل. من جملة ما بندردش بقى يعني. قال لي أنا أصبر على قراءة العلم ساعات ولا أصبر على قراءة القرآن ساعة. يعني ممكن أقعد 7-8 ساعات على المكتب كده ولا أقول لك حاجة، إنما بقى موضوع إن أنا أقرأ قرآن ولا نص ساعات. فقلت له أنا خدت بالي من حطة المصحف، يعني المكتبة كلها مرصوصة والمصحف محطوط حطة كده مش اللي هي. فلا تتأول، اوعى أبدا تختار إن الشافعي بيقول لك لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام من صلاة النافلة. ده اسمه ضرب مثال. عارف ده زي إيه؟ زي قول عامر الشعبي لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. يعني لو قيل لعامر الشعبي دلس ولا تزني دلوقتي، هو واحدة هي واقفة هتزني دلوقتي، هيعمل إيه؟ هيدلس طبعا ولا إيه؟ بدأ بيبقى شيء من ضرب المثال بشيء من المبالغة ليوقعه في نفسك. وخدت بالك؟ إنما القصد مش كده. ولذلك أنت تلاقي الشافعي كان عنده ورد في قلب الليل لا يتركه. ثلث الليل اللي هو الأول، كان ثلث الليل الأول يحييه الشافعي رحمه الله في قيام الليل، وينام تلت ويوم التلت الثالث يصنف يكتب عند صفاء الذهن وهدوء الجو وكده. الإمام أحمد كان في صغر سنه يغض بصره إذا دخل على النساء حتى كنا يتعجبن منه. وأكثر من حد من الأئمة كان كده. بقى شوف دماغ الليث بن سعد إيه، زي البخاري كده برضو، كان لسه حاجة بس صغير خالص وكانت دماغه في الحج عايز أسقط فريضة الإسلام عني. وإنما تصفو النفس ويحفظ العلم بالعبودية بالعبادة. وكان يحيى بن بكير قال يحيى بن بكير عن الليث أن الليث قال كتبت من علم محمد بن شهاب الزهري شيئا كثيرا وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته. قال قعدت أدرس عنه كده، راح هو رايح مسافر لبغداد العراق وقعد في الرصافة، قلت اما اروح وراه، وبعدين قلت لا لحسن ده هروح بقى ويروح قايل لك ايه انت جاي منين لفين وراكب البريد ده اللي هو الجمل اللي كان بياخدها جري ده، وراكب ده طبعا لما تجري الجري ده كله تتعب وكده، وراكب ده عشان تيجي تطلب العلم، ما شاء الله ده انت حاجة ولسه. فقال انا خفت لحسن اكون رايح عشان كده فرحت تركته. في الحقيقة ده كان مسلك من مسالك أهل العلم. حتى قال الحسن رحمه الله
أدركت أقواما ما قدر أحد منهم على إخفاء عمله فأظهره أبدا. يقدر يخليه في السر حتى كان بيتذموا يا أخوانا، ومع ذلك أنا بقول لك حديث سيدنا موسى اهو، فضل ماسك في حيائه، ومع ان بني إسرائيل قالوا عليه ما رضيش يطلع لهم يستحمى معاهم مرة عاري عليه السلام. زين العابدين علي بن الحسين كان يتصدق أمام الناس لكن صدقة عادية، وهو كان ثري قوي، حتى كان الناس يذكرونه بالبخل حتى ذكروه، حتى سمع من ذكرهم له بالبخل، ومع ذلك كان برضه هي النفقة. في السر بقى كان بيصرف على 300 أسرة، تصور، وكان يشيلهم، ما كانش يشغل كمان خدام، كان بيشيل شويلة الرز والكلام ده على ظهره. لما جم يغسلوه بصوا لقوا ظهره متقطع رضي الله عنه، فعرفوا ان اللي كان بيأكل، وطبعا لقوا 300 بيت بيشتكي، فعرفوا ان اللي كان بيأكل ده مين؟ هو الليث. حتى قال بعض أهل العلم، ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه كان على المنبر فضاق بدينه فقال أيها الناس إني مدين بكذا وكذا، فجاء بعض أهل العلم وطرق بابه عليه وقال له هذا هو المال الذي قد ذكرته على المنبر اليوم، خد الفلوس اللي عليك ادينه. ومشي. فجاء تاني يوم وهو بيعز الناس قال جزا الله خيرا الشيخ فلان فإنه قد أعطاني كذا وكذا وكذا. عارف لما قال كده قال له إيه؟ راح أي موافق على حيله وقال يا أبا فلان إن هذا المال كان لأمي وإني قد أخذته دون أن أستأذنها فعاتبتني فإن شئت رددته عليه. لو سمحت تقولي تاني لحسن أمي زعلت قوي. راح رد عليه الفلوس تاني، قام جه بالليل راح له تاني وقال له خد الفلوس اهي وما تفضحنيش تاني، انا اديته لك في السر يبقى انت تكمل في السر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نعم اكمل في السر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فمسألة اخفاء العمل، مسألة انك انت تخفي عملك، انا ما خطبتش جمعه النهارده فصوتي زي ما هو ومحدش يكترث ليا ابدا، ان شاء الله هتكلم براحتي خالص، ماشي؟ طيب. فمساله انك تداري العمل ده من شيم الاخوه بقى اللي هم يعني حضرتك بتنور لي؟ طب اصل ده في عيني فخليه فوق شويه. الانسان اذا قدرت على ان تخفي عملك ما استطعت فافعل. تعرفين محمد بن أسلم الطوسي يا إخوة كانوا يفضلونه على أحمد بن حنبل، كان عايش في زمانه كانوا بيفضلوه على أحمد بن حنبل. أنت عارف كان بيقول إيه؟ بيقول لو استطعت أن أخفي عملي على ملكية، الملكين اللي بيكتبوا عليا دول لو أعرف ما أعرفهمش كنت عملت كده، لو أقدر ما أعرفهمش كنت أخفيته عنهم وما عرفتهمش حاجة أبدا. حتى قال محمد بن المنكدر كان الرجل يجلس رأسه عند رأس امرأته على مخدة واحدة، نايم جنبها راسه في راسها كده، يبكي 40 عاما حتى يبل المخدة وامرأته لا تشعر. شوف بقى اما يبقى واحد نايم جنبك وراسك عند راسه وبيبكي من خشية الله عز وجل وانت جنبه ما تعرفش. وكان الرجل يحيي ليله كله والأضياف عنده وهم لا يشعرون. يعني الضيف في اوضه المسافرين اهو وده قاعد بره ويقيم الليل وفي السر ولا حد سمع عنه حاجة ويصلي وينام وزي الفل. حتى كانوا يخادعون الناس. فصام أيوب بن تميم السختياني صام 20 سنة وامرأته لا تشعر به. كانت إذا أعطته طعام الإفطار أخذه معه، تقول له خد افطر يا أخويا، يقول لها حاضر وياخده معاه فيتصدق به في الطريق. فإذا رجع من المساء تحط له العشاء، يقوم يقعد ياكل، هي مفكره العشاء وهو ده في الحقيقة إيه؟ فطاره، وما يقولهاش انه صايم ابدا. حتى بالبلايا كما ذكرنا عند ذكر الصبر ان ابراهيم الحربي ذهبت احدى عينيه ل20 عاما ولم يخبر بها احد، لحد ما ابنه جه قال له يابا انا عندي عله في رجلي كده ووجعاني وتعباني، وجه يشتكي قال له بص يا ابني في عيني كده دقق، فبص في عينه لا ما بيشوفش بيها، عين من عينيه الاثنين. فقال ذهبت هذه منذ 20 عاما ولم احدث بها احدا قط. فمسألة إخفاء العمل في الحياة هي حيطة الإخلاص، والمخلص دائما ينقح عمله ودائما بص على عمله كده. وعشان كده كنت أظن أن آية الإخلاص بعض التهتهة. عارف اللي تلاقيه عايز يتكلم كلمة، أول ما يجي يتكلم كده يقوم يندفع، بعدين إيه
يقول لك خلينا ساكتين احسن، بدل ما اتكلم ايه تسقط مني كلمه كده ولا كده، خلينا ساكتين احسن لنا. فربما وجدت المخلص يكثر من الايه، تلاقي لسانه دايما متردد كده. يقول الليث: ودخلت على نافع فقال: ابن كم؟ قلت: ابن 20 سنة. قال: أما لحيتك فلحية ابن 40 سنة. دي بقى ملاطفة الشيخ للتلميذ. تلاقيك قاعد هيبه والشيوخ لهم هيبتهم، فتلاقي الشيخ يلاطفك عشان يرطب عليك المجلس، تقوم تقدر تتكلم وتقدر تاخد وتدي، وإلا فهيبة الشيوخ تمنع الإنسان من كثير من الكلام. حتى إنه في مسألة المواريث يا إخوة، انتوا عارفين في المواريث كده في مسألة يقول لك ايه، عالت فيها الفريضة، يعني صار الناس المستحقون اكثر من الايه، اكثر من الفلوس، فما تقدرش تدي بنص، ما تقدرش تديله نص الفلوس لان المستحق اكثر. فاول من عالت الفريضة في زمانه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمع اهل الفقه ويقول لهم نعمل ايه في الموضوع ده. فكان فيهم عبد الله بن عباس، خرج عبد الله بن عباس، هم اجمعوا على تقسيم الفريضة بنسب. فخرج عبد الله بن عباس وقال: كنت أرى رأيا بخلاف رأي عمر، فكنت أرى أن أقدم من قدمه الله وأن أؤخر من أخره الله. يعني ربنا اتكلم عن الوالدين الأول وعن الأبناء بعديهم وعن الإخوة بعد كده، يبقى حد الوالدين والأبناء بقى للإخوة، بقى ما بقاش يبقى خلصنا. واخد بالك من دي؟ فقال له بعض تلامذته: فما منعك أن تقول ذلك يا أبا العباس في مجلس عمر؟ قال: منعتني هيبة عمر، ما قدرتش أتكلم. فقال: ما ينفعك هذا، قد انعقد الإجماع، خلاص المسألة بقت مجمع عليها، لا ينفعك انك النهاردة بقى تقول لا أو كده. خدت بالك؟ فالشيوخ لهم هيبة. ولذلك يذكرون عن أبي إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية صاحب المهذب اللي شرحه النووي في كتاب المجموع، اللي هو أصل من أصول المذهب الشافعي يعني. أبو إسحاق الشيرازي دخل عليه رجل فكأنما تهيبه. أبو إسحاق الشيرازي ده كان فقيه كبير جدا وله حشمته وهيئته، فكأن الرجل تهيبه، فأراد أن أبو إسحاق يلاطف معاه كده، فقال: من أين أنت؟ قال: من مكان كذا وكذا. فقال أبو إسحاق: مرحبا بابن عمي. الراجل ده كان أجنبي، يعني جاي من حتة مش من العرب. فقال له الرجل: يا إمام، أخبرتك أنني من بلاد كذا وكذا، فكيف أكون ابن عمك؟ قال: يا أخي، ألم تجمع آباءنا سفينة نوح؟ يعني في سفينة نوح لما الناس ركبوا مش كان أبويا وأبوك موجود معاهم؟ يبقى أنت ابن عمي. عشان يعني واخد بالك يلطف معاه الموضوع. أنتوا فاهمين الحكاية دي ولا إيه؟ على فكرة ده حاجة تضحك اللي أنا قلتها دي. الإخوة مش عارف بصين ولا أنتوا تخافوا من الضلمة؟ كان ليا واحد صديق يعرفه، وبعدين النور قطع كده عليه، راح منادي وقف تحت كده وعلى صوته قوي: يابا. راح ابونا: عايز ايه؟ قال له: حد عندك خايف؟ قال له: لا، ما حدش خايف. قال له: طب ابعت حد يطلعني يابا. قال يحيى ابن بكير: كان الليث حدث السن، وكان بمصر عبيد الله ابن أبي جعفر، وجعفر ابن ربيعة، ويزيد ابن أبي حبيب، وابن هبيرة، وإنهم لا يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه. كان لسه شاب صغير وكانوا بيحترموه ويوقروه ويعرفوا له. وطبعا في الحقيقة ده يدل على سماحة نفس الشيوخ، ان تلاقي الشيخ نفسه سمحة، فلما يكون اللي هو السلام نفسه مسلمة، فلا يحمل لأحد في قلبه ضغن. فعشان كده تلاقيه بقى لو سلم هذا الأمر للإنسان أيها الإخوة، تلاقيه يتمنى أن يخرج إنسان يدفع هذا الإسلام معه، يحمل معه. كما ذكر بعض أهل العلم أن الدعوة إلى الله عز وجل كفرع شجرة كبير يحمله الناس، فمنهم من يكره أن يدخل أحد ويحمل، ومنهم من يحب أن يدخل أحد ويحمل. مين اللي بيكره أن حد يخش ويحمل؟ واحد ماشي في النص مش شايل، بس ماشي عامل نفسه أنه هو شايل، فماشي بقى إيه مش عارف إيه وبينا وهو مش شايل حاجة،
بس عامل نفسه اللي هو يعني شايل. فده بيكره ان حد يخش من بره. ليه بقى؟ لان لو حد دخل هيشوفه فهيفضحه. انما اللي شايل يحمل هذا الهم على عاتقه بيتمنى ان حد يجي معاه عشان يخفف الايه، يخفف الحمل عنه ويرث منه بعد كلاله هذا الحمل. في الحقيقة يرث منه بعد كلاله هذا الحمل. فلذلك كان هؤلاء الشيوخ يفرحون بمثل هؤلاء النوابغ، لا سيما حتى ولو كانوا حدثاء الأسنان. وقال يحيى: لم أرى أحدا قط أكمل من الليث. وكان ابن لهيعة أكبر من الليث ب3 سنوات، وكنت إذا نظرت قلت ذا أب وذا ابن. يقصد ان ابن لهيعة أب، يعني ابن لهيعة كان أكبر من الليث بحاجة بسيطة، لكن لما تشوفه تقول ده ابن لهيعة أب. وليه بقى؟ لأنه من أعمق في العبودية، من أعمق في العبودية أعطاه الله عز وجل ندرة في وجهه وقوة في بدنه وحبا في قلوب الناس، كما قال ابن عباس. فتنظر في وجهه فتشوفه صغير في السن، ما تدلوش السن ده كله، مع أنه هو في الحقيقة إيه؟ سنه كبير، لكن تحس أنه هو نظير. والاشتغال بالعلم أيها الإخوة، لا سيما الاشتغال بالحديث وحفظ الحديث والتدقيق فيه وكده وتبليغه للناس، ده في حد ذاته، الباب ده في حد ذاته ينظر الوجوه. تلاقي الواحد لا زال الحديث بقى: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعى. نضر الله امرأ يعني نضر الله وجهه، هذا الذي يبلغ كده إذا كان صادقا. يعني نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص وإياكم. وعرض المنصور على الليث ملك مصر. تصور ليه يا حاج كده؟ ده احنا كان عندنا حتة. طيب شوف حتى خلوها برضه. انا مكمل وبرضه عايز اقول ان الضلمه دي مش يعني واخد بالي من اللي بيطلع وشايفه وعارفه، ولو زنقته في اي شارع بقى عشان ازاي يسيب الساعه الفريضه بتاعتنا ويمشي. جزاك الله خير. المنصور عرض على الليث بن سعد ملك مصر. يبقى ممكن اللي يمسك الملك ده من مقوماته أن يكون عالما بالشريعة، صح؟ يعني ده ممكن. يعني إذن مسألة أن أنت تطرد حل قاعدة سياسية أو تقبلها، ممكن يعمل كده العالم ولا مش ممكن؟ ولا إيه رأيكم؟ ممكن ولا لا؟ العالم الأصل الشريعة، مش الأصل القواعد المقننة. علشان كده تلاقي سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة. يعني أنا مش هتكلم في الوضع ده إلا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بس. فمن ورث علم النبي عليه الصلاة والسلام هو أحق الناس بأن يتكلم إذا اضطربت الأمور وحدثت الفتن، صح ولا مش صح؟ قبل ما يتكلم الاقتصادي وقبل ما يتكلم السياسي وقبل ما يتكلم أي حد. عشان كده لا زال الإنسان يشعر بغصة من جملة الأشياء برضو المتناقضة كتير، إن إزاي تجد إن أهل العلم ممتهنون. يعني ده يطلع يشتم وده يطلع يسب وده يطلع يعمل له برنامج وده يطلع يعمل له لقاء، ده كان المفروض تكون أشد العقوبة على هؤلاء الذين يقللون من هيئة أهل العلم. يعني أكثر من الدبلوماسيين أنفسهم. لو حد جه حتى عند الوزراء والرؤساء يبقى الالتفات إلى العالم أكثر. ليه؟ لأن دول أمنة الدولة. لما كان نور الدين محمود زنكي أيها الإخوة ماشي كان نور الدين زنكي أنفق نفقة كثيرة على المتعبدة وطلبة العلم، فالناس قالوا له: لو أنك يعني ادخرت هذه النفقة لتجهيز الجيش. فقال: هؤلاء هم الجيش الحقيقي، هؤلاء هم الذين لا تخطئ سهامهم. ده الواحد فيهم بيقوم بالليل يدعي لي بنتصر، بخلاف الجندي اللي ممكن يرمي رمية تطلع في الفاضي. فلازم تاخد بالك ولذلك كانت نظرة بقى أبو جعفر المنصور ثاقبة جدا لما قال إيه؟ قال لا نخلي الليث هو، لكن الليث امتنع
كعادة أهل العلم، ودله على من هو أحكم فدله على عثمان ابن الحكم الجزامي، فبلغ ذلك عثمان فعاهد الله ألا يكلم الليث. راح بطل يكلمه خالص، قال له أنت بتدل السلطان عليا وتقول له وهو ده هيئة. عشان كده أيها الإخوة الكلام ده أنا أكرره كثيرا، إن ما ورثناه عن أسلافنا أن الهيئة المعارضة اللي هي بتبقي على اللي هي أمنة لبناء الدولة الحقيقية أهل العلم. مش أن يكون أبدا ما تلاقيش حد من أهل العلم قائم شغلته أنه يدافع عن الرئيس أو عن الوزير أو عن لا أبدا، ما فيش الكلام ده. إنما أهل العلم دفاعهم عن الشريعة. لو أنت يبقى نفس الأمير عارف كده، لو أنت جيت ناحية الشريعة أنت شخصيا هتلاقيني قلبت لك ظهر المجنة على طول. قال المأمون أشتهي أن أظهر القول بخلق القرآن، نفسي منع عيني. فقيل وما يمنعك؟ قال هذا الأعمش. قيل مين الأعمش ده؟ قال يزيد بن هارون. فقيل له وما يزيد بن هارون؟ ايه يعني يزيد بن هارون ده؟ فقال لقائله ما تقولش كده، إن يزيد بن هارون إذا غضبت له العامة. ده يا إخوة كانوا بيدخلوا على عمر بن عبد العزيز اللي بيبكي دم ويحكم بما أنزل الله عز وجل أوفر ما ترى من الحكومة، حتى الحكومة الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك كان العلماء يدخلون عليه بالإنكار. يدخل الحسن يعظه موعظة يخليه يسقط من طوله مغمى عليه. يدخل عليه أبو حازم محمد بن كعب القرظي رجاء بن حيوة، حتى كان عمر يقول لرجاء إن الملوك تتخذ عيونا على الناس وقد اتخذتك عينا علي، فإذا وجدتني أخطأت فقومني تكسفش. وقال عمر رضي الله عنه لأصحابه أرأيتم لو أنني اعوججت؟ قالوا إذا لقومناك. فقال عمر تفعلون؟ قالوا له نعم. فقال إذا أنتم اللي بجد. إنها مسألة اللي أنا برضو عايز أقول لك على مسألة إن هو الملك عقيم. الكلام ده برضو كلام موروث من السلف. عارفين الملك عقيم يعني إيه؟ لا يحترم والدا ولا مولودا. فإذا لما يحصل يتراعى عن الأمير، يعمل حركة قرع كده، ما يشيلهاش العالم اللي هو واقف بقى بيدفع له ويدفع عنه، مش كده ولا إيه؟ ولذلك أيها الإخوة كان اللي هو الأمير نجم الدين أيوب كان على شدة شكيمته يرتجف رعبا من العز بن عبد السلام، يخشى أن يفعل شيئا مع شدة شكيمته. ده لما تقرأ في كتب التراجم يقول لك إن نجم الدين أيوب كان قرايبه بيخافوا منه، لو حد من قرايبه غلط بيعاقبه ممكن أموته، فكانوا بيترعبوا منه في الحقيقة. ومع ذلك كان يخاف من العز بن عبد السلام. وانتم عارفين قصة بيع الأمراء المشهورة. فهو ده في الحقيقة موقف أهل العلم. خلاص يا عم أحمد، النور بتاع الإخوة كتير. كفاية. أما عن سخائه وكرمه فهو أمر قد اشتهر به الليث رحمه الله. ليث يا إخوة كان معاه فلوس كتير، كما سترى الآن كيف صنع الرجل في ماله. قال حرملة كان الليث بن سعد يصل الإمام مالك ب100 دينار في السنة. كل سنة يديله مبلغ يكفي السنة كلها. 100 دينار دولت مش 100 جنيه. 100 دينار دول مثلا يعني يوصلوا لهم كده مثلا بتاع 50,000 جنيه مثلا، يوصلوا 100,000 جنيه في السنة لينفق مالك. يصل مالكا ب100 دينار في العام في السنة. فكتب مالك إليه علي دين، فبعث إليه ب500 دينار. انت واخد بالك ان الرواية ما بتقولش هو قال له كام. مالك بن أنس بعت له قال له أنا علي دين ممكن. وهل فعلا بلغ من الأخوة والخلطة ان ممكن فعلا تبعت لحد كده وتقول له أنا علي دين، اديني فلوس مش هردها لك يعني، ده انت هتداني كده. وهل يبلغ من الأخوة فيما بيننا ان فعلا ممكن انا اقول لك كده او انت تقول لي كده او نقول لبعض كده ان انا علي قرشين كده ممكن تديني فلوس وتديها لي مش هردها لك. قال الحسن
أيجعل أحدكم يده في كم أخيه فيخرج من ماله بغير إذنه؟ فقالوا له لا، أو كله لكده. فقال الحسن إذن فلستم بإخوة. وطرق رجل من السلف الباب على صاحبه فقال أسمى هو؟ فقالت الجارية لا. فدخل وقال أعطيني كيس نقود المحفظة، فأعطته كيس نقوده فأخذ منه ما شاء وانصرف. فلما جه صاحب البيت قالت له حصل كذا كذا كذا، وقال لي اديني المحفظة، اديت له، خد قرشين ومشي. فقال لها الله بالله عليك ده حصل؟ قالت الله. قال الله. قالت الله. قال الله. قالت الله. فقال لئن صدقت فأنت حرة. من كتر ما هو فرحان بأن صاحبه وصل من الصلة اللي بينهم أن يخش ويمد إيديه في أمواله ويأخذها. والكرم أيها الإخوة كما تقول العرب يستر العيوب جملة. الكرم يستر العيوب جملة، والبخل يفضح العيوب الدقيقة. يعني لو واحد في حاجة كده بسيطة أو مش باينة قوي وهو بخيل، البخل ده يفضحها يطلعها. لو واحد في عيوب كبيرة قوي، الكرم إيه؟ الكرم يسترها. فأرسل إليه مالك علي دين فبعث إليه ب500 دينار. قال حرملة: وسمعت ابن وهب يقول: كتب مالك إلى الليث: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. فبعث إليه ب30 حملا، فباع منه ب500 دينار وبقي عنده فضلا. بيقول له: أنا كنت عايز شوية عصفر كده لبنتي، عشان ده من جملة الحاجات زي المكياج كده، فممكن تبعت لي. يعني يبعت له قد إيه؟ يعني يبعت له نص كيلو ولا حاجة. بعت له عربية لوري، تصور. راح واخد وباع منها. برضو الثقافة دي لو بثت في الناس قبل ما تسأل وتشوف. احنا عندنا النهاردة في حلوان العالم بتوع الفران قالوا مش هنشتغل، والمعادي مش عارفوا فين تاني، مش كده؟ ولا دي معلومة مغلوطة؟ صحيح، حصل كده. ده لو كان في هذه المروءات كنت تلاقي واحد يروح جاي يفتح لك مخبز واخبزه على حسابي واكله الخلق، مش كده ولا لا؟ وكان السلف يتمادحون بالنفقة في أيام المحن. أما الدنيا تزنق قوي يروحوا إيه؟ ينفقوا. دي حاجة. وباب محاسبة بقى أولي الأمر دي مسألة ثانية، مش هي دي، مالناش دعوة بيها. يعني مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ان انت احنا بنتكلم في باب المروءة. لما الناس تتزنق تقوم تلاقي النفقة تضاعف. وقال قتيبة: كان الليث يستغل في كل 20,000 دينار في كل سنة. وقال: ما وجبت علي زكاة قط. المكسب بتاعه 20,000 دينار. عارف 20,000 دينار دول يعملوا قد ايه؟ مثلا يعملوا حوالي مثلا 10 مليون جنيه، 15 مليون جنيه. تصور بقى. وعمره ما وجبت عليه الزكاة أبدا. يطلع يفضل ينفق. زي عبد الله بن مبارك كان بيتاجر في 1000 دينار. يعني كأنه مثلا مليار جنيه دلوقتي، وما كانتش تجب عليه الزكاة أبدا. دايما بينفق على الناس، تيجي ميعاد الزكاة ما يلاقيش معاه حاجة. استغل بالغين اللي هو الغلة اللي بيطلع يعني. وقال: ما وجبت علي زكاة قط. وأعطى ابن لهيعة 1000 دينار، ومالكا 1000 دينار، ومنصور بن عمار الواعظ 1000 دينار وجارية. ادوا لهم كده هدية. وقال قتيبة: جاءت امرأة إلى ليث وقالت: ابني عليل وأشتهي عسلا. فقال: يا غلام أعطها مرطا من عسل. المرط 120 رطل. احنا بندرس في الفقه بيقول لك القلتان قد ايه؟ 500 رطل بغدادي. الشرازي بيقول كده 500 رطل بغدادي على الأصح. العلماء بيقولوا دلوقتي قرابة قد ايه؟ كم لتر؟ كم؟ 121 301. ممكن تدخل في كده، لان هم قالوا برميلين كبار من الصاج دول. البرميل اللي هو كان بتاع اللي كنا بنبيع فيه صابون سايل ده، واخد بالك يا عمرو؟ ده 120. كان 120 لتر ده، صح؟ 120 لتر. فالبرميل الكبير ده كان ممكن يدخل في كده. واحده بتقول له اديني كيلو عسل، اداها 300 كيلو. تصور
حاجة يعني ما حدش يصدق. قال أبو صالح: سألت امرأة الليث منا من عسل، حاجة صغيرة كده، فأمر لها بزق، وقال: سألت على قدرها وأعطيتها على قدري. لا ما قالش كده، خد بالك، قال: سألت على قدرها وأعطيناها على قدر السعة علينا. أصلا حافظ أعطيتها على قدر دي كلمة مين؟ كلمة خالد البرم، خالد القسري اللي ذبح الجعد بن درهم، ده عارفينه؟ قال: ضحوا تقبل الله منا ومنكم. خالد القسري دخل عليه أعرابي وكان كريما أيضا خالد، فقال له: أيها الأمير علي دين. قال: كم؟ قال: 100,000. قال: حط. قال له: نزل شوية أنت، كل ده؟ فقال الرجل: حططت 90,000، اديني 10 بس. فتعجب خالد وقال: كيف هذا؟ فقال: طلبت على قدرك وحططت على قدري. أنا برضو يعني مش معنى أني شحت يبقى أنا قليل، أنا برضو ليا وزن يعني. فقال خالد: تظن أنك تغلبني؟ أعطوه 100,000. فمعلش عشان كده معلقة معايا، إنما هنا أنا استفدت منها فائدة بقى من كلام الليث، إن الليث إيه؟ مؤدب مع ربنا، وهو بيتكلم عن ربنا يتكلم بأدب. فاكرين يا إخوة لما قلنا لما نيجي ندرس العقيدة عايزين نسكت سكتة سميناها سكتة التعظيم، وكنا الكلام ده كان مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته اليهود وقالت: صف لنا ربك، فسكت لحد ما نزل جبريل. الرواية بتقول كده: فنزل جبريل بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. طب ده كان أبو جهل بتقول لأبو جهل وأمثاله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. دغري كده يبقى أبو جهل ينطلق لسانه في هذا المقام وينعقد لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هو أعلم الخلق بربه. الحقيقة أن كأن رسول الله خاف، تهيب جدا، قال له: صف لنا ربك. فأنا هتكلم عن ربنا. وساعتها فاكرين استدللنا بأدلة كتيرة على ده، قول سعيد بن المسيب: لا يقولن أحدكم للمسجد مسيجد مكان الله عظم. والراجل لما قال له: أيا قمير؟ قال له: قبحك الله. قال: الله والقمر قدرناه منازل، أفيعظمه الله وتحقره أنت؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل قال له: إننا نستشفع بالله عليك، للصحابي رضي الله عنه، فقال: ويحك ويلك سبحان الله، وأخذ يسبح كأنه عليه الصلاة والسلام يعني مش قدرش يمسك نفسه. وقال: أتدري ما تقول؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. مش كده ولا إيه؟ في أدلة في كلام كثير ذكر في هذا الموضوع. فتتعلم وأنت بتتكلم عن ربنا تتكلم كويس بقى، ما يبقاش أنا قلت له وعمل وسوي. زي برضو أحيانا تتكلم عن النبي كده، تلاقي واحد بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون لقبه أو بدون إرداف اللقب على الاسم. يعني تقول مثلا: جاء محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة مع الاسم، أو اللقب مع الاسم: جاء محمد النبي، الرتبة عليه الصلاة والسلام. إنما الأصل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تقولوش كده. عشان كده الراجل لما قال: يا محمد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، كان الصحابة يتغامزون له وقاعدين ويبرقوا له وبتاع. ما تقولش، قول يا رسول الله. لكن كان الرجل أعرابيا فتعرف تتكلم ازاي عن هؤلاء. لذا قال النووي رحمه الله: ويستحب لمن يكتب اسم الله عز وجل أن يردفه بشيء من التعظيم. مش قاعد بتكتب كده بتحضر خطبة ولا بتكتب كتاب ولا بتكتب ورا الشيخ وتقول قال الله في آية، وبعدين تيجي الآية اللي بعدها تقول وقال. هو إيه وقال ده؟ لا، خد بالك، كل مرة تكتب قال الله جل شأنه، قال الله تعالى جده، قال الله سبحانه وبحمده، قال الله سبحانه وتقدس. ده في الحقيقة يسري عليك أنت تعظيم الله عز وجل. كذلك في النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذكره أبدا إلا أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال الحارث بن مسكين: اشترى قوم من ليث ثمرة فاستغلوها فاستقالوه فأقالهم، ثم أمر لهم ب50 دينارا. فقال له ابنه الحارث في ذلك، فقال: اللهم غفرا، إنهم كانوا قد أملوا فيها أملا فأحببت أن أعوضهم عن أملهم بهذا. الأصل البيع إيه يا إخوة؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اديت لك البضاعة عجبتك، شفتها قلبتها، مشيت، بقت بتاعتك، إلا أن نشترط شرطا. يبقى في خيار آخر بقى، أن أقول لك ممكن
اقلب المحمول ده اقعد 3-4 ايام اقلب فيه وبعدين ابقى اجيبه لك تاني، اشترطنا يبقى لي الحق ان ارجعه لك. او يرجعوا الى العرف لما تحب ترجعه. يعني الجماعه بتوع المحاميل اللي شغالين نقول لهم لما بتدوا المحمول بترجعوه بعد كام يوم، يقولوا خلاص يبقى حقك او مش حقك. لكن دون ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، خلاص تفرقا يبقى وقع البيع. فالامام بقى ليس باع لهم ثمره من الثمرات، خدوها ومشيوا. لما مشيوا رجعوا قالوا له ممكن تقلنا، حقه يقول لهم ايه؟ لا. لكن لما استقالوه اقالهم، قال لهم طب والله ادوني فلوسي خلاص وخدوا وراح مديهم قرشين في ايديهم 100,000 جنيه ولا حاجه. ده بتوع ايه دول؟ قال لهم خدوهم ليكم دول هديه، مع انهم ردوا عليه البيعه. فلما مشيوا ابنه بيقول لي انت يعني دول ردوا عليك البيعه وكمان بتديهم فلوس؟ فقال له يا ابني دول كانوا هم بيبيعوا بيأملوا، عندهم امل ان يكسبوا، فلما لقوها غاليه ولقوا انه مش هيقدروا يكسبوا الامل راح. كان في دماغهم انه ايه؟ ان انا هكسب كده مكسب وبتاع. فقلت انا اعوض لهم الامل ده. تصوروا يا اخوه المروءه تصل لكده. عشان كده احيانا تلاقي بعض الناس الكرماء بقى بيقول الجود بالنفس بالمال جود فيه مكرمه والجود بالنفس اقصى غايه الجود. ويقول ايضا الشاعر تقضي المروءه ان نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا ان يعبروا. احيانا تلاقي الاخ بيكلمك كده سقطت منه كلمه يعني لطش كده في الكلام، تقوم تلاقي الكريم كانه ما سمعش. وانتوا واخدين بالكم؟ ده جود بالعرض بقى اعظم من الجود بالمال. تلاقيه كانه ما سمعش، يتغاضى عن هذه، تلاقيه يقبل هذه. واخد بالك؟ ده من اعظم الشيم ومن اجمل ما. مر عمر بن عبد العزيز يوما في المسجد وكان معه حرسه. انتوا عارفين الحرس اتخذ ايام ايه؟ ايام سيدنا معاويه، الحرس الخاص ده يعني. فمر ومعه الحرس، المسجد مظلم. قول لي كمان مسجد سيدنا عمر كان النور بيقطع فيه وكان عندهم هشام قنديل برضه دول. راح دايس على واحد وهو معدي، فلما وطئه قام الرجل في الضلمه مش شايف حد، فراح منتفض كده وقال ألا ترى هل أنت أعمى؟ فقال عمر لا. راح الحرس هموا به فقال ما؟ راح فين؟ قال هل أنت أعمى؟ قلت لا. فحول الشتيمة ليه؟ ولما بيقول له هل أنت أعمى دي معناها إيه؟ معناها يا أعمى. مش الراجل قال للراجل كده اتخانق معاه على عهد عمر رضي الله عنه فقال أمي ليست زانية فجلده عمر الحد. يعني إيه أمي ليست زانية؟ يعني أمك مش كده؟ فقال هل أنت أعمى؟ ده مش سؤال، فاعتبره عمر سؤالا ساذجا. هو أنت أعمى؟ قالوا لا والله أنا مش أعمى ولا حاجة. وتمر. والرفقة إيه؟ أنتوا عارفين يا أخوانا المصايب اللي بتحصل دي بسبب إيه؟ بسبب إن مفيش رفقة. مفيش حد بيتسع صدره لحد تاني. يا علاء، الواد علاء قاعد حاطط رجل على رجل يا محمود، حاجة جميل. لا مش رجل على رجل، كان متكئ على الدرجة كده. اصل علاء ده زي ابني كده، انا مربيه مع ابوه محمود من هو لا زال صغيرا، وانا بحبه جدا، فعشان كده لازم الاطفه. ختم ولا لسه يا شيخ محمود؟ خلاص هيختم اهو، احسدوه بقى. احنا كنا فين بقى؟ كنا عند الواد علاء. في الرفق. انتوا عارفين في ناس بيتخانقوا يعني في ناس بتتخانق على حاجات هايفه قوي قوي دلوقتي ويموتوا بعض. لو ان حد بس وسع صدره للتاني لحظه كانت خلصت. انك تعدي حاجه زي كده يعني ما تعدي عدل يا جدع انت، وانا معدي عوج ولا ايه يا حاج؟ وتروح ماشي. والله بكلمك جد صحيح. انما تلاقي يعني مره حصلت مشكله هنا قريبه، كان حكى لي عليها بعض اخواننا. مشكله واحد مات فيها، واحد معدي بالكلب بتاعه، راح الكلب هب على واحد، قام التاني قال لما ده صحيح ده انت كلب ابن كلب قوي. راح التاني طلع قال له انت بتشتم الكلب بتاعي؟ الله، ده انا بقول له ابن كلب وانا قلت له ابن قط. ما هو ابن قط دي بقى شتيمه، انما كلب ابن كلب يعني انه عريق في نسبه الى الكلابيه. على حد قول الاول الكلب وابن الكلب والكلب جده، فلا خير في كلب تنسل من كلابي. كله كلب، اقول الشعر كله كلاب وبيلهث، فما فيهاش حاجه يعني. ازاي تشتم الكلب بتاعي يا جدع انت؟ قال له اشتمه واشتمك الكلب بتاعي لا مش الكلب بتاعي. تصور بقى، الكلب بتاعي لا الكلب بتاعك. خلصت الخناقه ان واحد مات.
طب كان فيها ايه بقى؟ انت بتشتم الكلب بتاعي يا فندم، ده انا بمدحهولك، بقول له كلب ابن كلب. ورحنا ضاحكين ومشيت. صح؟ لو هو اعتى الطغاة، لو هو شارب صيدليه ترامادول هتلاقيه برضه مشي معاك كويس ولا لا؟ واحد مره ماشي بالعربيه فراح وقف في اشاره، بص لقى العسكري بتاع المرور بيكتب، قال له انت بتكتب ايه؟ قال له دوست على الخط الابيض. راح نازل من العربيه وبس الخط وقال له انا اسف يا خط، معلش انا اسف يا خط يا ابيض والله، امسح بقى الله يخليك. وتضحك وتمشي ولا لا؟ يعني ساعه اللي شوف بيقول له انت وانت عم، قال له لا مش اعمى وخلاص وعدت. والا فتلاقي الشيطان في الفتن يطول السلاح، نسال الله عز وجل ان يحقن دماء المسلمين. قال شعيب ابن الليث، يبقى احنا عرفنا كده ابنين للليث. صح؟ احسنت، الحارث وشعيب. عشان برضه عايزين نقول للاخوه سموا اسماء حلوه. الاخ المسلم ايه رايك في اسم جنى؟ ورايك في اسم بنى؟ ايه رايك في اسم ريتاج؟ ايه ريتاج ده؟ يقول لي ده الريتاج ده الستاره بتاعت الكعبه. وانا حسام ببنتي ستاره الكعبه؟ ده ايه الاسم ده بقى؟ ما تسميها عائشه وزينب وخديجه هو احنا ايه الموضوع؟ اصل لغه الريتاج ده يعني قفل. شفت بقى محمد جاب لنا حاجه كبيره قوي. طب يبقى باب مغلق ماشي، بس ما يبقاش قفل لحسن الاخوه اللي مسميين الريتاج يزعلوا. فضلا بقى عن الاسماء اللي هي بتبقى بتاعت الغرب اللي كانوا بيحاربونا زمان. يعني عارف اسم ريني اللي هو تحرف عندنا بقى اسمه رانا؟ ريني دي كانت ملكه الروم اللي كانت بتحارب هارون الرشيد. مش لما جه نقفور قال له الملكة ريني التي كانت من قبل، في رواية كتبوها كده الملكة رنا. فلازم تاخد بالك من الأسماء. وكانوا يستحبون التسمية بأسماء الأنبياء ويستحبون التسمية بأسماء السلف. حتى قال عبد الله بن عمر لولده سالم إنما سميتك سالم على اسم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة. قال شعيب ابن الليث خرجت حاجا مع أبي فبعث إليه مالك بطبق رطب فوضع الليث عليه 1000 دينار ثم أرسله إليه. مالك بن أنس بعت له نص كيلو بلح ب50 قرش، راح بعت له عليه 100,000 جنيه وقال له خد. وهو إخوانا لا خير في المال إلا من قال به، النبي قال كده، إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا. وأعجب ما ترى من الوصف في الحديث حتة هكذا دي. ليه؟ لأن هكذا أنا شايف وهكذا أنا شايف، إنما هكذا بقى دي ده أنا مش شايف برميل مين. وإنما أنت واخد بالك ده بيعود، مش بنقول إن أنت ضيع فلوسك يعني، بس يعودك إن أنت إن المال ما يكسركش أبدا. طول ما أنت بتنفق المال لا يكسرك أبدا. قال عبد الله بن صالح صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان لا يأكل إلا اللحم إلا أن يكون مريضا. ما يتغداش ولا يتعشى إلا مع الناس أبدا. تعرفوا مين في أهل زماننا كان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس؟ قعد حوالي 60 سنة ما يتغداش إلا مع ناس، وأكثرهم كان طلبة العلم. الشيخ ابن باز أحسنت، الشيخ ابن باز رحمه الله قعد حوالي 60 سنة يأكل مع الناس. يتغدى لازم يحط هتعشونا بقى ولا مفيش حد سخن في القعده دي كده يقول لي هناخد الجامع ده نعشيه النهارده؟ هتعشي جامع يا جدع؟ نزل ايدك يا عقل. عسل وعيش؟ طب لا ما تنزلش ايدك بقى، نزل ايدك وعقل. صلي على النبي بقى. هو احنا صدرنا نتحرق الصبح من الفول وبالليل في العسل وكتب عليا الحرقه؟ خليني صايم يا عم الحاج. قال أشهب بن عبد العزيز كان الليث له في كل يوم 4 مجالس. المجلس الأول عد معايا كده، يجلس للسلطان فإذا أنكر منه شيئا أرسل إلى الخليفة، يقعد مع أمير البلد المحافظ، شوفوا شغال إزاي، بص الأبي لخبط يروح يعمل إيه؟ يبعت الخليفة. تصور ده بقى لو كان الخلق ده موجود، المروءة دي برضه لو كنا علمناها للناس في داخل الجهاز الداخلية النهاردة اللي خلاص اتجننا بقى، ده صح ولا لا؟ حاجه بقت تجنن. انا بقول للناس امبارح انا عندي خطبه الصبح عايز اروح، قال ما انا من لا نأمن عليك، العالم دي بتوقف العربيات وبيبهدلوا الناس فعلا. طب انا يعني دلوقتي طب هم بيبهدلوا الناس، ما فيش حكومه؟ قال الحكومه جت ومشت. يعني ايه جت ومشيت؟
يعني مفيش، امال كان زمان بيوقفوا اللي زي كده ازاي يعني؟ انا عايز افهم. لو في بقى حد في الداخل ماشي، والعجيبه بقى انك تلاقي ايه لما طلعت النهارده كلمه اللجان الشعبيه اقضت مضاجع العالم اللي عايزه الدنيا تبقى كده، مش كده؟ فاكرين ايام ما كانت الدنيا ايده نار، كان بننزل نقف في الشارع، خمدت الفتنه، مش كده ولا لا؟ واقف قدام بيتك، يعني انا اقتيلك، هتيجي ناحيتي اموتك تموتني، ده بيتي، هروح فين بعيد عنه؟ لما علموا هذا الخلق قال لك عايزين بقى تقعدوا وتقولوا الناس ياخدوا الناس يحبسوهم تلاقي قرار سريع جدا اقراه لسه قبل ما انزل لسه دلوقتي، والداخليه تشدد على ان اي طيار هيقول انا هعمل لجان شعبيه انا هتعامل معاه معامله سيئه جدا. يا عم اتعامل مع العالم اللي قاعده تقلب الاتوبيسات دي بدل ما تتعامل مع اللي قال هنعمل. دول بقى فين؟ هتلاقي بقى لما يطلع الراجل بيشتكي النهارده يقول لك انا داخل عند الراجل يعمل لي محضر، قال لي انا في اجازه 4 سنين لحد ما تخلص المده دي وبعدين نبقى نحكمكم. هم في الحقيقه كانوا اجازه بقى لهم 60 سنه ولا لا؟ طول عمرهم في اجازه. اوعى تفكر ان الناس دي اشتغلت، ده كان جيل عايز يستأصل الا من رحم ربك. الجماعه دول كان يجي الواحد صايع في المنطقه دي يبقى مع بعض حبايب، وانت اشتغل بقى ظبط لنا قول لي على اخبار الناس وانا انزل اجيب بقى اخبارك انت. يوم كان الجماعه الصيع دول بيودوا اصحابهم في داهيه من غير ما كانش عندنا استخبارات ابدا، عشان تبقى فاهم، الا في القدر الضيق جدا. الاستخبارات دي اقصد بيها الايه؟ ان واحد بينزل زي الافلام كده وينزل ويبص والجورنال المخروم والحاجات دي، ما كانش فيه الكلام ده خالص. لدرجه انه كان والله يا سيدي انا مش هقول لك ايه، بس انا في يوم جم ياخدوني انا خد اخويا. ليه؟ انا عندي اخبارين ان ده ساكن في السادس، بس انا ساكن في السادس في حته ثانيه وتعب الراجل لحد ما كرهني. فالمفيش ما كانش عندهم حاجه كده من زمان هم كده يعني، مش تبقى واخد بالك. لو واحد بقى موجود وسمع الراجل رئيس القسم ولا رئيس المباحث بيقول الكلمه دي، قام رافع للراجل الرتبه اللي فوقيه الصادق بقى، ما هو الرئيس كان بيعمل كده، يقعد معاه، مش بيقعد معاه بيدردش، ده بيخش عليه كده يشوف بتشتغل ازاي، القاضي بيحكم ازاي، لقيتك بتستعبط يروح باعت للخليفه، القاضي ده يتشال يطلع مرسوم الصبح يقول له استقاله. شفتوا كيف كانت الدوله تنقي الدوله ايام ما كان بقى الناس. ما انا عشان كده بقول لك لو بسسنا في الناس الخلق كانت اتصلحت بدل ما كنا نبث فيهم الايه واخدين بالكم من الكلام ده ولا مش واخدين بالكم؟ ده مجلس اولاني. المجلس الثاني ويجلس لاصحاب الحديث فيحدثهم، والمجلس الثالث يجلس للمسائل فيفتي بها، فقه، مجلس فقه يعني. والمجلس الرابع يجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد شيئا فيرده قط، كبرت حاجته أو قلت. تيجي له تقول له عايز 100 يقول لك خد، عايز 1000 يقول لك خد، عايز. ولذلك كما سترى لما ماتت الدنيا بموته. قال قتيبة: قفلنا مع الليث بن سعد من الأسكندرية وكان معه 3 سفائن، سفينة مطبخ، سفينة كاملة تصور مطبخ، وسفينة للعائلة، وسفينة للأضياف. وكان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى الشاطئ فيصلي. كان زمان شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه كان يقول إيه؟ يقول الإخوة قاعدين بيأكلوا طول الليل والنهار ويقولوا لي سفيان الثوري كان بيأكل. طب كل أكل سفيان وتعبد عبادة سفيان، صح ولا لا؟ واحد بيقول دخلت على سفيان الثوري فوضع أمامه، وعلى فكرة سفيان الثوري من الظاهر الأمر إنه مش كان بيأكل كتير، بس كان بيأكل الراقي، يعني ما يأكلش أي حاجة، يأكل لحم ويأكل كده يعني. فكان يروح حاطين قال لقيت رطل مش عارف ايه كلوا، طبق ايه تاني كلوا، وشويه عسل حل بيهم. فلما انتهى من الطعام شرب شربة ماء، خد بالك من الحته دي، ثم قال يقال اعلف الحمار ثم كد، اكلوا الحمار واركبوا، فقام فاحيا الليل كله الى الصباح. شفت الحته دي؟ كل بقى يا عم طول الليل زي ما انت عاوز وصلي الليل كله ولا ايه؟ فالليث بن سعد كان كده، معاه سفينه المطبخ بتاعه، سفينه للضيوف وسفينه لبيتي، اهل بيتي، زوجاتي وعيالي وقرايبي وامي وابويا وكده، سفينه كامله مطبخ، كان يعطي الناس ويطعم. اما بقى لما تيجي وقت الصلاه ما يقولكش اصل يجوز الصلاه على السفينه اذا كانت الحاجه، الحاجات اللي انت قاعد تقولها دلوقتي ما يقولش الكلام ده. يجي وقت الصلاه يقول له اتبحر، لو انت في نص البحر اطلع لي على الشط، انزل اصلي على الارض مستقبلا للقبله. شفت بقى شدته في العباده؟ أهو ده المطلوب. وقال قتيبة: لما احترقت كتب ابن لهيعة أرسل إليه ب1000 دينار،
من غير ما يقول له. أول ما عرف أن كتبه راحت خد واشتري جديد. قال شعيب ابن الليث كان أبي يستغل في السنة 20,000 إلى 25,000 تأتي عليه السنة وعليه دين. تصور يصرف اللي معاه كله وكمان يستلف. وبرضه اللي يشترك معاه في الموضوع ده من أهل زماننا برضه الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز كان مرتبه 100,000 ريال في الشهر. 100,000 كان بيصرفهم ويستدين، يطلع له فلوس كمان عشان يغطي حاجة الناس رحمه الله ورضي عنه. يرحمك الله. قال قتيبة كان الليث يتصدق كل يوم على 300 مسكين. تصور 300 بني آدم. وكان ثيابه ودبته وما عليه يقوم ب18,000 درهم، ويقوم ثياب شعبة ب8 دراهم، ب18 درهما. الهدوم اللي لابسها الليث بن سعد تساوي كام؟ 18,000 جنيه. تصور الهدوم اللي هو لابسها وتوصل شعبة اللي هو لابسه كام؟ 18 جنيه. شو الفرق قد ايه؟ وده إمام وده الاثنين رضي الله عنهم، مش كده؟ أهم حاجة انك تعرف ايه اللي يصلحك وتمشي فيه، اللي يصلح مع الله عز وجل بس وامشي فيه، وفي كل لك فيه نية. قال منصور بن عمار دخلت على الليث خلوة فأخرج كيسا به 1000 دينار وقال يا أبا السري لا تعلم بها ابني فتهون عليه. الناس الهيئات لما تديهم فلوس، خد بالك بقى، لما تديهم فلوس تعمل ايه؟ تسر بذلك، لأن الإيد اللي بتاخد دايما تحت مهما كان الراجل اللي بياخد ده، إيدي تحت، فلا ينبغي أن تذله. عشان كده لما تلاقي حد طالع ويقول لك مش عارف ده مين وجايب لك الشيخ مين وكان في واحد عمل له ايه واداله ايه، ده ايه ده عيب ولا لا؟ عيب، فضلا عن ان يكون حراما. مهما بلغ ما بينك وبينه من خلاف وان انتوا اختلفتم في امر، وبعدين ده مش علم ابدا بقى، لما نتكلم في العلم والجرح والتعديل تخش في ان ده كان بيعمل ده كلام. ميزان السلف هو الميزان الذي يقوم لنا حياتنا. لما دخل بقى شهر بن حوشب، غلطت انا ما كنتش عايز اذكر اسمه في الحقيقه، دخل على هارون الرشيد وهو داخل في السكه كده، بص لقى خارطه فيها دراهم بتاع كده، فيها شويه فلوس. مش تعرفوا بس ان احنا عايشين في زمن مجنون، العالم والناس بقى اللي بتتفرج، يعني اللي بيعمل برامج يتريق على اهل العلم، واللي كمان قاعدين عجيبه بقى اللي بيتفرج ده كمان. انت قابل على روحك كده ازاي بقى؟ ده حاجه عجيبه. شوف بقى المروءه بتاعت السلع، انا بقول لك نتعرف على المروءه اهو. لا حته ورقه كده فيها كام درهم كده، شهر بن حوشب مش لاقي، المفروض الخليفه بيصرف على الخلق دي، ده من علماء المسلمين لازم ياخد، فاجاز لنفسه انه ياخدها، راح مطبقها وحطها في جيبه وماشي. شافوا الحاجب راح ماسكه، امسك حرامي، وراح مدخله لهارون الرشيد. ايه اللي حصل؟ قال له الخارطه دي كانت موجوده مع شهر بن حوشب وهو خارج، انا شفته خدها وفيها شيء من الدراهم. فاغفل هارون الحديث. أول ما قال له كده قال وكيف حالك يا شيخنا وكيف حال العيال مثلا يعني، وكأنه ما سمعش حاجة خالص. ثم بعد ما خلص العيد قال انصرف راشدا وبتاع. أول ما شهر مشي نظر لخادمه وقال له ويحك هلا إذ رأيته سترته؟ ألا تعلم من هذا؟ هو إمام المسلمين شهر بن حوشب، كان ينبغي أن تقال عثرته. اللي زي ده كما قال سعيد بن المسيب ما من أحد إلا وله زلة، لكن من الناس ما لا ينبغي، من لا ينبغي أن تذكر ذلاتهم. في ناس ما ينفعش تفضل بقى تلك وتعجن في سيرته وتقول، ما ينفعش تذكره كده، إنما ده يكون بالإيه؟ بالمناصحة في المجالس المغلقة والكلام اللي من بعيد، لأن دول ناس هيئات والله عز وجل يغضب لأوليائه. فعشان كده لما ادى بقى لأبي السري عطاء قال له إيه؟ قال له ما تقولش الكلام ده لابني، أصل هو بيربي الولد، هو ده مربي ابنه. فقال له ما تخليش ابني يعرف كده، ما تبقاش انت مبسوط يعني فتقول له والله ابوك ربنا يكرمه اداني النهارده 100 جنيه، لا ما تقولوش كده، لحسن لو عرف انك بتاخد تهون في نفسك. برضه من الحاجات اللي الواحد يحفظها من شيخنا الله يمسيه بالخير الشيخ يعقوب حفظه الله، بيقول ايه؟ بيقول كان ابويا، انتوا عارفين ان الشيخ والده شيخ وجده شيخ كمان، كان والده الشيخ يعقوب نفسه
ده كان بياخده، بيقول لك ياخده وهو صغير يوديه الكتاب. الكتاب ده اللي الشيخ بتاع الكتاب ده تلميذه بيحضر للشيخ يعقوب، لأبو الشيخ محمد بيحضر له، بياخده من ايده يروح موديه. بيقول لك فلما اخش عليه يعمل ايه؟ يقوم موطي على ايد الشيخ بيسهل. فالشيخ طبعا يصدم، يا شيخنا ده العفو يا شيخنا وبتاع، ويقول له يا ولد وطي بوس ايد الشيخ، ويقول للشيخ سيبني اقبل ايدك عشان الولد ياخد باله من ايه؟ ان انا بقبل ايدك، يقوم هو يقبل ايدك، يقوم تعظم في عيني ان ابويا نفسه بيقبل ايد الشيخ فيعظم ذلك في عيني. عشان كده المدرسين قدام مني درس انا اشتكيت لكم منه قبل كده، حاجه مؤرقه جدا. تلاقي العيل طالع والله يا اخوه بيتخانق مع الواد، بيتخانق الواد مع الواد كده ويسب له ويلعنه بتاع، المدرس طالع بيحوش قال له انت يا استاذ، وراح مكمل الخناقه. يا نهار ابيض، ده احنا كنا زمان لو شفنا المدرس في الشارع يبقى يعني المدرس ده كان يقول لك كده، لو شفتك يبقى هضربك، طالما شافني يبقى بكره هيضربني. طب ليه؟ عشان شافني. تخزق عينك يا بعيد، يعني انت عشان شفتني تضربني وانا مش همشي في الشارع معاك؟ ينزل البنات الاول. ولو شفته برضه والله فعلا كان حقيقه كده، الاستاذ مجدي بتاع مسجد الرحمه عليه رحمه الله وبركاته، الراجل ده بصراحه نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. انا لازلت اذكر له وانا قاعد اشوف بس الدرس ده قدامي، بشوف الناس البنات داخله عريانين والمدرس قاعد تنبل ما بيقول لهمش حاجه ابدا. ده مره البنت جت بشعرها واحنا كنا في هذا المحضر، انا نزلت اذكر ده وكنا صغيرين، جت بشعرها قال لها ما تجيش بشعرك تاني. راحت البنت جت بشعرها التاني مره قال لها قومي اطلعي بره، وكنا ساعتها بندفع مصاريف 3 جنيه باين ولا مش عارف 175 قرش. قال لها خدي المصاريف بتاعتك اهي وبره. راحت البنت ماشيه وبرطمت وهي ماشيه كده، فقعدنا نضحك وهو قاعد يضحك ولا كانه خسر حاجه. انما لما المدرس عرف الطالب ان انا محتاج لفلوسك، الواد بقت الدنيا. ده الواد بيجي ما بيشغلش الاغاني بتاعت الموسيقى الا قدام الدرس، الفاضل يعني بقى ايه هيرقص المدرس. حاجه بصراحه حاجه. طب انا اقول لك على حاجه والله العظيم يا اخوه، عيل في اولى اعدادي لقيته ماسك التليفون كده، ايوه يا استاذ وحشني وكلام الناس حيشني. قلت له بقول لك ايه، هو ده استاذك بجد؟ قال اه والله العظيم استاذي ده يا شيخ. والله هو ده المدرس بتاعك بجد؟ قال لي اه والله المدرس. وبتقول له وحشني وكلام الناس حيشني؟ يا نهار ابيض، ده احنا لو كان شافنا بقى والله العظيم ده احنا ورمنا من غير سبب، بس عشان بيقول لك لو شفتك حاجه. والحقيقه برضه ده بيرجع للبيوت، يعني المدرس عليه على عاتقه اشياء، والبيت ان البيت يقول له احترم لما يروح مثلا يقول له المدرس بتاعنا الراجل ده عمل ولا ابوه، يقول له احترم نفسك يا ولد، اتكلم على مدرس كويس. ده لو اظن ان دي يعني ادينا احنا قاعدين بنحلم مع بعض. انا عارف بكلمكم كلام مش واقعي دلوقتي، بس سيبونا نحلم من جمله طالما النور قاطع يبقى كاننا نايمين وبنحلم. اما عن صفته رضي الله عنه ووفاته فكان عظيم اللحيه، كما مر معنا أنه قال لما دخل على نافع قال له أنت ابن 20 عاما ولحيتك لحية ابن 40 عاما. كان السمة اللي تميز الليث أنه كان ذا هيئة، شكلا طوالا جسيما ليه جسم، وكان له لحية كثة خالص تظهره. وكما تعلمون أن اللحية زينة الرجال. وأنا معلش خلينا أكلم إخواني وأنا بقول أن إحنا لما بنقعد بقى مع بعض في المسجد كلنا إخوات. أنا عايز أقول للإخوة كنتوا زمان بتقولوا خايفين رب تقولنا عشان أمن الدولة، دلوقتي بخاف تربي دقنك ليه؟ ما تستثمر ما ده برضو من جملة التقوى. يمكن ربنا يؤمن لنا بسبب ان انت التحيت، ولا ده بعيد عن ربنا؟ يا إخوة الله شكور. عارف يعني شكور؟ شكور على وزن فعول، يرحمك الله يرحمك الله. وفعول مبالغة في الأمر، كل ما كان على وزن فعول ده فيه المبالغة من ايه؟ المبالغة في الأمر. فشكور يعني من المبالغة في الشكر. تعمل حاجة قد كده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يشكرها. الراجل ماشي كده أمر به إلى النار، خلاص سيئاته كتير، وهو ماشي أخذ يتلفت، فقال الله عز وجل ردوه، هل ظلمتك ملائكتي شيئا؟ حفظتي شيئا؟ قال لا. قال هل ظلمتك أنا شيئا؟ طيب قال لا. قال فعلامة تتلفت، ماشي بص وراك ليه؟ قال ما ظننت فيك هكذا، ظننت أنك ستغفر لي. قال أنت وظنك أدخلوه الجنة. تخيل بس انعقد القلب على شيء، انعقد، ده حاجة بقى بسيطة جدا مع انه عامل مصايب اهو، فنجاه وعداه سبحانه وتعالى. فمن الممكن قوي ان حد فينا ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويطلق لحيته، تبص تلاقي الدنيا اتعتلت ولا ايه؟
زينة الرجال اللحى أيها الإخوة، هي تمام الرجل في لحيته زي غطاء الرأس كده. وغطاء الرأس ده إيه؟ يقول لك أصل دي من العادات وعادات النبي يا سيد الفاضل، كان النبي لا يظهر أمام العباس بشعره قط، كان يكره ذلك، عشان كده العباس ما غسلش النبي. وده من أعجب ما تسمع. ليه العباس ما غسلش النبي؟ العباس قال ما كانش بيحبني أشوفه بشعره في الدنيا، فمش هخش عليه واكشف على شعره لما يغسله. انتوا متصورين يا اخوانا الكلام ده؟ يطلع يقول لك اصل سنه العاده، وكلمه سنه العاده دي كلام مش الاقدمين. الاقدمين كانوا يقولون انها العادات، انما كلمه سنه عاده دي كلمه متناقضه. انت لما تقول سنه عاده يبقى العاده صارت ايه؟ يبقى انت بتشهد انها سنه. والاقدمون يقولون عادات النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزمه، بس كده ده اللي بيقولوه. غير ملزمه يعني لا يسم صاحبها. لكن لما انس بن مالك يقول له طب انا كمان هحب الكوسه، لا جرم أحب الدباء كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدباء، يبقى ده غير، ما هو اللي بيحبه وبيكرهه ده مش ملزم برضه من العادات، صح؟ مش ملزم. انت ممكن النبي يحب الكوسه، انا ما بحبهاش مش هاكلها. انس بن مالك بقى قال انا هاكلها عشان ده تتقرب به الى الله ولا ما يظهر يبرز للناس يعني عليه الصلاه والسلام. فدي امور نحتاج لعل الله عز وجل يكشف عنا بشيء بسيط من ده. أما عن وفاته رحمه الله قال يحيى بن بكير مات الليث للنصف من شعبان سنة 175 للهجرة، يعني هو ابن 81 سنة تقريبا، يوم الجمعة، وصلى عليه موسى ابن عيسى الإمام، وحزن عليه الناس جميعا، وكان الناس يعزي بعضهم بعضا في موته. تخيل بقى لما أنا أقابلك كده أقول لك البقاء لله، أقول لك لله ما أخذ وله ما أعطى، ثم أنت تقول لي لله ما أخذ وله ما. أنا وأنت زعلانين لأني ما كناش نعدم منه. أنا غني معايا فلوس كان لا يعدمني رأيه ولا علمه ولا مؤازرته. أنت فقير ما معكش فلوس كان بيديلك. مفيش حد أبدا إلا وكان يستفيد من هذا الرجل. لذا لما مات ماتت معه الدنيا. قال خالد بن عبد السلام الصدفي قلت يا أبتي كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة. فقال أبوه يا بني لا ترى مثل الليث أبدا. قال له كل الناس زعلانين لأن أنت عمرك ما هتلاقي حد زي الليث أبدا. وسبحان الله العظيم إن نفس الترجمة دي شكلت ترجمة الشيخ ابن باز. لما الشيخ ابن باز مات كان برضو الناس إيه؟ بيعزي بعضهم بعضا. تقابل الإخوة اللي لسه ناشئين وطالعين. أنا كنت أشعر إنه زي والدي كده. أول ما طلعت لقيت إيه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه، أو بتاع طلبة علم هو اللي أشرف عليها. فتاوى اللجنة الدائمة لما كانت 4 مجلدات بس صمر كده أقرأها، ففهمت بيها مسائل كتير واحد ما كانش فاهمها، ولاقي برضو الشيخ عبد العزيز بن باز. فكنت حاسس ان انا هو ده اللي طلعني، هو ده اللي بيفعل، مع ان بينه وبينه مفازه. لما مات شعر الانسان بيتم. كل واحد بقى تبص له كنت تلاقيه بالشكل ده. الشيوخ جايين بيداروا دمعهم بالعافيه، والطلبه جايين بيداروا دمعهم يعني الرجل لما مات بكت عليه الدنيا في الحقيقه. نسال الله عز وجل ان يرحمهم وان يرحمنا معهم، وان يشملنا برحمته، وان يجعل بلادنا سخاء رخاء امنا امانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لعن المنافقين، اللهم لعن المنافقين، اللهم لعن المنافقين. اللهم كن لنا اجمعين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم هدئ امرنا وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مبدلين، أنت أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا بالشام، اللهم أخلف عليهم من هو خير ممن عليهم، اللهم قهم شر من بعدهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم لا تقم لدولتهم عندنا ولا عندهم راية. اللهم لا ترفع لدولتهم عندنا ولا عندهم ولا في سائر أخطار أهل السنة راية. اللهم قنا شر الرافضة والعن الرافضة. اللهم العن الإسماعيلية النصيرية. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.